طلابنا حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي، يا رب يا ابطال تكونوا بخير. مستر داخلين على امتحان الشهر، نعمل ايه؟ عندك حاجتين احنا بنساعدك بيهم. الحاجه الاولى هنراجع على اليوتيوب مراجعه كامله على الثلاث دروس اللي داخلين في امتحان الشهر. طيب مستر عايز احل، عايز اشوف الافكار، بص على التقييمات. ابص عليها فين؟ فيديو كامل حلين فيه اول 5 تقييمات من موقع الوزاره. افكار جميله ومهمه، وارد جدا يجي شبهها في امتحان الشهر، وكمان على فكره في امتحان اخر السنه. خش اتفرج على الفيديو كله، ما تفصلش مننا بدري بدري، هتلاقي ال5 تقييمات ومش حلينهم في وقت كبير. الناس تشوف الافكار وتتعلم منها، وبالتوفيق يا ابطال. نزل اول تقييم على موقع الوزاره الخاص بالدرس الاول عندنا. كلنا كده يعتبر بدانا نذاكر، درسنا في الدرس الاول الفتح الاسلامي لمصر. تعالوا مع بعض كده نشوف اهم الاسئله نزلت في التقييم، ونحل مع بعض ونشوف الافكار. يلا نشوف كده بسم الله. اولا كده دكاتره، هو بيتكلم على الدرس الاول منذ الفتح الاسلامي لمصر وحتى قيام الدول الايه يا شباب؟ الدول المستقله. تعالوا مع بعض كده يا معلمين، وخد بالك ان التقييم بيتكلم لحد فتح الاسكندريه، دليل ان لسه في جزء تاني من الدرس اللي هو بقى بتاع مصر في عصر الولاة، لسه هينزل له مجموعه تانيه يا شباب من ايه؟ من الاسئله. نقول بسم الله ونبدا مع بعض. اول سؤال بيقول لك يستثنى من عوامل الفتح الاسلامي لمصر، العامل ايه؟ حضرتك انت المفروض مذاكر وعارف كده وايه، وشرحنا مع بعض بالتفصيل في الاسبوع الاول ان عوامل الفتح الاسلامي لمصر 3 عوامل. قلنا كان الدافع الديني والدافع العسكري والحربي والدافع التاريخي. هو بيقول لك يستثنى اللي ملوش علاقه. كده استبعدنا الدافع الديني ده كان ليه علاقه، الدافع العسكري ليه علاقه، الدافع التاريخي. اللي ملوش علاقه بالفتح الاسلامي لمصر الدافع الاقتصادي. فكلمه يستثنى يعني اللي ملوش علاقه بالفتح الاسلامي لمصر. بعد كده يا دكاتره، اي الاساليب الاتيه اتبعها كثيرا من المصريين قبل الفتح الاسلامي لمواجهه قهر الروم وظلمهم. احنا شفنا في احداث الدرس ان الروم كانوا بيضطهدوا المسيحيين المصريين، وعشان نثبت الكلام ده في الدرس قال لك ايه؟ قال لك ان بنيامين بطيارك الكنيسه اعلى رتبه مسيحيه عندنا في مصر كان مختفي وهربان في الصحراء 13 سنه قبل الفتح الاسلامي. يبقى المصريين كانوا بيعملوا ايه عشان يهربوا من اضطهاد وظلم الرومان؟ هل الهجره الخارجيه خارج مصر؟ ولا حاربوا الروم عسكريا؟ ولا عملوا تحالفات سياسيه؟ ولا هربوا واختفوا؟ لا، هربوا واختفوا يا جماعه. ده الاسلوب اللي عمله المصريين في مواجهه الظلم الروماني. السؤال الثالث يا شباب، اخذ فتح المسلمين لمصر اهتماما خاصا عند خليفه المسلمين خاصه وعند عامه المسلمين ايضا. هل الموضوع كان مهتم قوي بالنسبه او مهم قوي بالنسبه للمسلمين بسبب ايه؟ قاصد خيرات مصر؟ ولا قوه جنودها؟ ولا موقعها الاستراتيجي؟ ولا ذكرها بمصادر التشريع؟ انا شايف ناس مختارها موقع الاستراتيجي. لا، هو الصح يا جماعه ذكرها بمصادر التشريع. لو انت رجعت كده لاحداث الدرس هتلاقي اساسا ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض احاديثه ان احنا هنفتح مصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ستفتحون ارضا يسمى فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه وصهر. مصادر التشريع عندنا حاجتين يا جماعه، القران والسنه. ورد ذكر مصر في الاثنين، وخاصه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي بشر ان احنا هنفتح مصر، وكمان قال للصحابه استوصوا باهل مصر خيرا. فده طبعا من العوامل الهامه اللي حركت المسلمين يفتحوا مصر. السؤال الرابع يا شباب، ساهمت الطبيعه الجغرافيه لمصر في سهوله فتح المسلمين لمدينه بلبيس. هي الطبيعه الجغرافيه للمسلمين متعودين عليها ايه يا مستر؟ الصحراء. لو رجعت الاحداث قلنا عمرو بن العاص وهو رايح يفتح بلبيس اتجه في طريق الصحراء. ليه يا مستر؟ لقله خبره الروم في قتال الصحراء. السؤال الخامس شباب، ارتبطت الاسباب الدفاعيه التي دفعت الخليفه عمر بن الخطاب للموافقه على فتح مصر بتامين ايه؟ لو رجعت الاحداث الدرس احنا فهمنا الناس وقلنا لهم المسلمين عايزين يفتحوا مصر ليه يا مستر؟ لتامين الشام والمدينه عاصمه المسلمين.
فالمسلمين عايزين يفتحوا مصر ليه؟ لتأمين الشام زي ما قلت لك وعاصمة الخلافة. ايه المقصود بعاصمة الخلافة؟ المدينة. ان الروم اللي عندنا في مصر كان بيمثلوا خطورة على الشام وعلى المدينة عاصمة الخلافة الإسلامية، ودي الأسباب أو من ضمن الأسباب اللي دفعت المسلمين يفتحوا يا جماعة، يفتحوا مصر. السؤال المقالي: حدد العلاقة بين فتح المسلمين للشام وقرار ضم مصر. إن المسلمين قرروا يضم مصر بعد فتح الشام. تقول له كده في الإجابة: بعد سيطرة المسلمين على الشام كان من الضروري فتح مصر لتأمين الشام من هجمات الروم. ده العلاقة بين الفتح الإسلامي لمصر وبين ضم الشام. السؤال السابع: لا تفسر اتجاه المقوقس حاكم مصر للتفاوض مع عمرو بن العاص للخوف منه. المقوقس لما بعت بعض رجاله للتفاوض مع عمرو بن العاص عرف قوة جيش المسلمين، فعرف ان المسلمين اقوى منه، وده اللي دفعه ان هو يفتح او ان هو يتفاوض ويتصالح مع عمرو بن العاص. يبقى الخوف منه، وعشان عارف ان المسلمين اقوى من جيش الروم وعنده رغبة في فك الحصار عن حصن بابليون. نكمل برضه يا جماعة في تقييمنا الأول في تانية ثانوي. الهروب إلى الصحراء كان أحد أسلحة المصريين لمقاومة سياسة الرومان. ظهر ذلك بوضوح نتيجة إيه؟ هو قلت لك من شوية ونفس الأسئلة ونفس الأفكار بتعيد نفسها. المصريين وخاصة رجال الدين المسيحي كانوا بيهربوا في الصحراء ليه؟ بسبب حضرتك الاضطهاد الديني للمصريين. إن الرومان كانوا بيعذبوا المسيحيين المصريين، وده اللي خلاهم يهربوا إلى الصحراء. السؤال الثاني: أرسل عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب طلبا، طلب فيه إيه؟ المدد. فكتب له عمر بن الخطاب: إني قد أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل مقام 1000. أي المواقف الآتية تثبت صدق مقولة الخليفة عمر بن الخطاب؟ طبعا لازم تكون مذاكر قبل ما تحل. حضرتك لما قلنا سيدنا عمرو بن العاص كان محاصر حصن بابليون، بعت رسالة سيدنا عمر بن الخطاب قال له بعت لي بعض الإمدادات تساعدني بفتح حصن بابليون. فساعتها سيدنا عمر بعت لسيدنا عمرو بن العاص 4000 جندي، وقال له على رأس كل 1000 منهم رجل ب1000 رجل. مين الأربعة دول اللي سيدنا عمر بيقول عليهم الواحد فيهم ب1000 رجل؟ الزبير بن العوام، عبادة بن الصامت، المقداد بن عمرو، ومسلمة بن مخلد. وفي 2 انت المفروض مذاكرهم في الدرس ورد ذكرهم في الأحداث: الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت. هل الناس دي كان ليها دور فتح مصر؟ أيوة، وكان ليهم دور في سقوط حصن بابليون. والكلام هنا عايد على الزبير بن العوام. فاكر الزبير بن العوام عمل ايه؟ هو اللي طلع فوق اسوار حصن نابليون وقعد يكبر عند ابواب الحصن بكل قوه وساعد المسلمين، وان هو نزل داخل الحصن وفتح ابواب الحصن لجيش المسلمين. يبقى المدد اللي بعته سيدنا عمر كان ليه دور في فتح حصن نابليون؟ ايوه يا شباب، والدور ده كان عمله الزبير بن العوام، وده واحد من الأربعة اللي قال عليهم سيدنا عمر الواحد فيهم ب1000 رجل. السؤال الثالث: أي من مناطق الآتية التي فتحها القائد عمرو بن العاص بمصر استخدم فيها أسلوب الخداع الاستراتيجي؟ إمتى عمرو بن العاص استخدم الخداع الاستراتيجي؟ هل فتح العريش، ولا الفارمة اللي هي بورسعيد، ولا بلبيس، ولا أم دينين؟ قلنا الخداع اللي هو الذكاء، أو بنسميها المهارة العسكرية. امتى يا شباب ظهرت المهارة العسكرية لعمرو بن العاص أثناء فتح مصر؟ ظهرت يا شباب فتح مدينة بلبيس، لما عمرو بن العاص اتجه في طريق الصحراء وراح يفتح بلبيس. ليه يا مستر؟ لقلة خبرة الروم في قتال الصحراء، وده فكرة جيدة من عمرو بن العاص. السؤال الرابع: البداية الحقيقية لنهاية الحكم الروماني في مصر
كانت سيطرة المسلمين عليه. ايه الحاجة اللي أضعفت قوة الروم عندنا في مصر؟ فتح المسلمين لحصن نابليون. ده يعتبر البداية الحقيقية لنهاية الحكم الروماني في مصر. هم بعد كده فعلا الرومان تحصنوا في الاسكندرية، بس خلاص كان أصابهم الضعف بعد تولي المسلمين أو دخول المسلمين لحصن بابليون. السؤال الخامس: موقف القائد عمرو بن العاص مع بنيامين بطريرك الكنيسة عندنا في مصر بعد الفتح الإسلامي للبلاد. أكد على أحد المبادئ الهامة التي أقرها الإسلام. هو أساسا يا مستر عمرو بن العاص عمل إيه مع بنيامين؟ لسه كنت بحكي لك إن بنيامين قعد 13 سنة هربان في الصحراء من الحكم الروماني أو من الاضطهاد الروماني. عمرو بن العاص بعد ما فتح مصر وطرد الرومان سمح لبنيامين بالظهور وقال له ليك الحرية الدينية، وفتح له الكنائس وادى للمسيحيين حرية ممارسة الشعائر الدينية. ده بيؤكد على أنهي مبدأ؟ تحقيق الأمن وحرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يا شباب يعني حرية الدين. إن عمرو بن العاص قال للمسيحيين المصريين عندكم حرية في ممارسة الشعائر الدينية. السؤال السادس: استنتج الأثر الناتج عن مؤتمر الجابية. الأثر الناتج عن المؤتمر الجابية ده المؤتمر اللي قرر فيه يا جماعة فتح مصر. النتيجة المترتبة على مؤتمر الجابية إن سيدنا عمرو بن العاص اقترح على سيدنا عمر بن الخطاب فتح مصر، وسيدنا عمر كان موافق. حدد مصداقية العبارة. تعدد معابر الاتصال بين مصر وبلاد العرب قبل الإسلام. حدد مصداقية العبارة، يعني بقول لك العبارة صح ولا غلط، قول لي صح ليه وغلط ليه. طبعا يا جماعة هي عبارة صادقة. ليه يا مستر؟ لأن المسلمين أو العرب بقى قبل الإسلام كمان كان بيتواصلوا مع مصر، لا إما عن طريق البحر الأحمر أو عن طريق سيناء. فدول طريقين للتواصل بين مصر وبلاد العرب قبل الإسلام. تعال بعد كده يا معلم في الورقة الثالثة، ورقة التقييمات بقى. المجموعة الأولى بيقول لحضرتك إيه؟ بتحليل العوامل التي دفعت المصريين لمساعدة المسلمين ضد الروم أثناء فتح مصر، نجدها تظهر في إيه؟ بصوا يا شباب، عمرو بن العاص لما جه يفتح مصر ما كانش بيحارب الشعب المصري نفسه، كان بيحارب الرومان اللي بيحتلوا مصر. أما المصريين نفسهم كانوا مرحبين جدا بالفتح الإسلامي لمصر. وده ظهر في إيه؟ اضطهاد. أو ليه كان المصريين بيعملوا كده؟ بسبب اضطهاد الروم العقائدي للمصريين. فهمتك؟ إن الرومان كانوا بيضطهدوا المصريين عقائديا يعني دينيا، عمالين يعذبوا في المسيحيين المصريين. وعشان كده المصريين نفسهم كانوا مرحبين جدا بالفتح الإسلامي لمصر. السؤال الثاني: الحصار، التفاوض، الخداع، استخدام القوة. الألفاظ دي كلها ظهرت في فتح أنهي مكان؟ فتح حصن نابليون. حصل حصار لحصن نابليون 7 شهور. حصل تفاوض بين عمرو بن العاص والمقوقس الحاكم الروماني المصري. حصل خداع، أيوة، لأن خد بالك المقوقس لما بعت رجالته يتفاوضوا مع عمرو بن العاص كان بيحاول يبص على قوة جيش المسلمين. واستخدام القوة ظهرت في النهاية، المسلمين بقوتهم قدروا يفتحوا حصن يا شباب بابليون. السؤال الثالث يا جماعة: جاءت أولى محاولات المسلمين لدخول مصر إلى الإسلام عن طريق إيه؟ أول محاولة يا شباب لنشر الإسلام في مصر حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن طريق إيه؟ لما النبي بعت رسالة للمقوقس الحاكم الروماني عندنا في مصر ودعاه فيه للدخول في الإسلام. يبقى أول محاولة لدخول الإسلام مصر هل كانت عن طريق الفتح العسكري؟ ولا عن طريق حركة التجارة؟ ولا عن طريق دعوة الحاكم؟ ولا عن طريق إرسال الوفود؟ عن طريق دعوة الحاكم. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى المقوقس الحاكم الروماني عندنا فين يا شباب؟ في مصر. السؤال الرابع يا دكاترة: أي صحة العبارة؟ فكرة فتح مصر لم تكن وليدة مؤتمر الجابية. لأن زي ما قلت لك
الفكرة كانت موجودة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت رسالة إلى المقوقس حاكم مصر يدعوه فيها للدخول في الإسلام، والنبي في عهده هو اللي كان بيبشر المسلمين فتح مصر. قال لهم حتى في الحديث: ستفتحون أرضا يسمى فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فأن لهم ذمة وصهر. ففكرة فتح مصر موجودة منذ عهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الخامس: تعددت عوامل الفتح الإسلامي لمصر. حدد العوامل الحربية اللي هي العسكرية. المفروض في عوامل دينية وعسكرية وتاريخية. هو في السؤال قال لك ايه العامل الحربي او العسكري لفتح مصر؟ هو رغبة المسلمين في تأمين الشام وكمان المدينة. ده الدافع الحربي، رغبة المسلمين في تأمين الشام والمدينة من خطر مين يا جماعة؟ من خطر الروم اللي كانوا موجودين عندنا في مصر. المجموعة الثانية سؤال برضو متكرر بس الإجابة مختلفة: الحصار والتفاوض والخداع واستخدام القوة. قلنا الحاجات دي كلها المسلمين استخدموها امتى؟ أثناء فتح حصن بابليون. يبقى الحاجات دي المسلمين استخدموها امتى؟ بفتح أقوى حصون الروم في مصر، اللي هو المقصود بها يا شباب فتح حصن يا جماعة بابليون. السؤال الثاني ده كتب: جاءت مقولة عمرو بن العاص بالمؤتمر الجابية عن مصر. سيدنا عمرو بن العاص وهو بيقنع سيدنا عمر بفتح مصر قال له ايه؟ انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، فهي اكثر الارض اموالا واعجزها عن القتال والحرب. تدل المقولة السابقة على ايه؟ انهيار احوال مصر العسكرية، ولا خطورة مصر على بيت المقدس، ولا ارتباط مصر تاريخيا بالعرب، ولا كره المصريين لحكم ايه يا جماعه؟ الرومان. فشاف كده بعد ما قرينا كده كل الاختيارات، تعال نستنتج كده مع بعض. هل كده سيدنا عمرو بن العاص يقصد خطوره مصر على بيت المقدس؟ لا، ملهاش علاقه يا شباب. هل يقصد ارتباط مصر تاريخيا بالعرب؟ برضه ملهاش علاقه. كراهيه المصريين للحكم الروماني، هم المصريين بيكرهوهم بس ملهاش علاقه بكلام عمرو بن العاص. هنا عمرو بن العاص قال اعجزها عن القتال والحرب، هنا بيتكلم عن انهيار احوال مصر عسكريا. وهنا عمرو بن العاص ما بيتكلمش عن المصريين، هو شاب بيتكلم عن الرومان اللي بيحتلوا مصر، قال له ان هم ضعاف جدا وانا اقدر انتصر عليهم. السؤال الثالث: ارتبط فتح المسلمين لمصر بوصول جيوش المسلمين بعد كده لفين؟ لما المسلمين يا جماعه فتحوا مصر بعد كده ده مكنهم من فتح ايه؟ ارمينيا والسند، الاندلس وافريقيا، ارمينيا وافريقيا، السند والاندلس. لازم تستخدم سياسه الاستبعاد. ارمينيا والسند دول اساسا ما لهمش علاقه بمصر خالص، دول في جهات الشرق. هنا برضو في ارمينيا فهنستبعدها. هنا في السند برضو هنستبعدها، لان السند دي يا جماعه في قاره اسيا مالهاش اصلا علاقه بمصر. اللي ليه علاقه بمصر يا جماعه بعد كده فتح افريقيا والاندلس. افريقيا اللي هي منطقه شمال افريقيا فتحها المسلمين بعد فتح مصر، ومنها بعد كده وصلوا بلاد الايه يا جماعه؟ لبلاد الاندلس. فهنا الاجابه الصحيحه هنختار الاندلس وافريقيا. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ حدد العلاقه بين اوضاع مصر السياسيه واتجاهات المسلمين لفتحها. هل في علاقه؟ ايوه. ان مصر كانت تحت حكم الروم، والروم دول كانوا بيمثلوا خطوره على المسلمين في الشام والمدينة، فكان لازم المسلمين يفتحوا مصر. ليه؟ عشان مصر كانت تحت حكم الروم، والروم دول كانوا يمثلوا خطورة على المسلمين في الشام والمدينة. برضه ممكن تجيبها بطريقة تانية، إن الروم كانوا بيسيئوا التعامل سياسيا مع المصريين، فالمصريين كانوا بيكرهوا الإيه؟ الروم، وده اللي ساعد المسلمين على فتح مصر. السؤال الخامس: لعبت الطبيعة الجغرافية لبلاد العرب في سهولة دخول بلبيس. هتقول له ايوه. ايه الدليل؟ ان عمرو بن العاص وهو راح يفتح بلبيس اتجه في طريق الصحراء. ليه يا مستر؟ لقلة خبرة الروم في قتال الصحراء. ان المسلمين اساسا عندهم مهارة كبيرة جدا في قتال الصحراء، وده اللي استغله عمرو بن العاص اثناء فتح مدينة يا شباب؟
مدينة بلبيس. طب تعال نكمل كلامنا. أصبح فتح مصر ضرورة حتمية عن ضرورية لدى المسلمين في أعقاب إيه؟ إمتى المسلمين خدوا قرار رسمي فتح مصر؟ بعد فتح الشام. لقوا إن هم لازم يفتحوا مصر لتأمين الشام من خطر الروم. السؤال الثاني يا دكاترة، أي من المواقف الآتية تجلى فيه مبدأ المساواة؟ التجلي يعني الظهور بوضوح. إيه الحاجة اللي المسلمين عملوها في مصر بتدل فعلا إن المسلمين كان عندهم مساواة؟ هل تأمين بطريرك الكنيسة اللي هو بنيامين؟ ولا الالتزام بالجانب الصحراوي وهم رايحين يفتحوا بلبيس؟ ولا التفاوض مع المقوقس حاكم مصر؟ ولا توقيع الصلح مع اهل العريش؟ اللي فيه مساواة هو تأمين بنيامين. ان كده في مساواة بين المسلمين والمسيحيين، ان عمرو بن العاص جاب بنيامين وسمح له بفتح الكنائس واداله الحرية الدينية. السؤال الثالث، طريقة فتح القائد عمرو بن العاص للعريش. يعد دين عليه. عمرو بن العاص دخل العريش دون قتال، دليل ان الروم ما كانش مسيطرين على كل مصر. فده بيدل على ايه يا جماعه؟ بيدل على ضعف السيطره الرومانيه على البلاد. ايه الدليل؟ ان هو دخل العريش دون قتال. السؤال الرابع، اية صحه العباره. لعب المدد الذي ارسله الخليفه عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص دورا هاما فتح مصر. ايوه، ايه الدليل؟ ان فتحنا حصن بابليون عن طريق شجاعة الزبير بن العوام. والزبير بن العوام ده واحد من اللي جمع المدد اللي أرسله عمرو بن العاص أو أرسله سيدنا عمر بن الخطاب لمصر. يبقى هنا هتتكلموا عن الزبير بن العوام، هو بشجاعته اللي كان ليه دور في فتح حصن بابليون، وده كان واحد من المدد اللي بعته سيدنا عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص. فسر أسباب. جاء فتح المسلمين لمصر أسباب دفاعية. أيوة، لرغبة المسلمين في تأمين الشام والمدينة من هجمات الروم. ده التقييم الثاني. لسه ما زلنا في أول درس في المنهج، بنتكلم برضو عن الفتح الإسلامي لمصر، ويعتبر التقييم الثاني بيتكلم عن الجزء الثاني أكتر من الإيه يا جماعة؟ من الدرس. تعالوا كده بسم الله ونحل كده إيه مع بعض. السؤال الأول بيقول لحضرتك إيه؟ ظهر تناقض موقف الخليفة عمر بن الخطاب في صلح إيلياء مع موقف عمرو بن العاص في صلح الإسكندرية من خلال موقفه من مين؟ طبعا صلح إيلياء ده يا جماعة اللي كان عامله سيدنا عمر بن الخطاب مع أهل مين حضرتك؟ لو تفتكر كده على فكرة في الترم الأول أهل بيت المقدس. واحد يقول يا مستر أنا فاكر كلت إيه إمبارح؟ معلش كده نشط الذاكرة، ما حقناش ننسى، ده هم إيه؟ كانوا أسبوعين أجازة. حاجة عملها سيدنا عمر بن الخطاب في بيت المقدس ما عملهاش سيدنا عمرو بن العاص في صلح الاسكندريه. خد بالك بيقول لك ايه؟ تناقض. من خلال موقفه من ايه؟ من المراكز الدينيه، ولا وجود اليهود، ولا اهل الذمه، ولا سكان المدينه؟ التناقض يا شباب كان في وجود اليهود، ودي الاجابه الصحيحه. سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل مدينه بيت المقدس، لو تفتكر كده في الترم الاول قلنا طرد اليهود من مدينه بيت المقدس. اما هنا يا شباب في الاسكندريه، لو تفتكر كده في تفاصيل الدرس الاول عندنا ان من شروط صلح الاسكندريه بقاء يا جماعه اليهود في الاسكندريه، وده حضرتك الايه؟ التناقض. السؤال الثاني يا شباب، وقد احكم عمرو بن العاص الحصار على مدينه الاسكندريه لمده 14 شهرا. 14 شهرا عمرو بن العاص محاصر الاسكندريه. نستطيع القول بان عمرو بن العاص لم يستطع حصار الاسكندريه من جهه الشمال نتيجه لايه؟ حضرتك تخيل معايا كده، عمرو بن العاص عندنا فين يا جماعه؟ عمرو بن العاص عندنا في مصر، وكان محاصر مدينه الاسكندريه. هو بيقول لك ليه عمرو بن العاص ما يقدرش يحاصرها من الشمال؟ هو الشمال فوق في ايه في الاسكندريه؟ شمال الاسكندريه يا شباب البحر المتوسط. فهو بيقول لك ليه صعب عمرو بن العاص يسيطر على الاسكندريه او يحاصرها من الشمال اللي هو البحر المتوسط؟ هل بسبب قله عدد الجنود اللي معاه؟ ولا تمركز الروم في شمال المدينه اللي هي اسكندريه؟ ولا خوفه من حصار الجيش، خايف ان حد يحاصره يعني؟ ولا عدم وجود قوه بحريه؟ الاجابه الصحيحه يا شباب عدم وجود قوه بحريه. لان خد بالك
احنا بنتكلم في عهد الخليفه الثاني سيدنا عمر بن الخطاب، وان شاء الله هتعرف في الوحده الثانيه ان في عهد سيدنا عمر اساسا المسلمين يا جماعه ما كانش عندهم ايه؟ ما كانش عندهم اسطول. مع عدم وجود قوه بحريه اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الاسطول. اول اسطول اتعمل عندنا في التاريخ الاسلامي هيتعمل بعد كده في عهد سيدنا عثمان ابن عفان. فعمرو بن العاص مش قادر يسيطر على الاسكندريه من الشمال عشان معهوش قوه بحريه اللي هي يا جماعه ايه؟ اللي هي الاسطول. السؤال التالت يا شباب، نتج عن اعاده حفر خليج طرجان في خلال حكم عمرو بن العاص. خليج طرجان اللي عمرو بن العاص سماه بعد كده خليج ايه يا شباب؟ خليج امير المؤمنين. كان اسمه خليج طرجان ده زمن الاحتلال الروماني. بيقول لك بقى عمرو بن العاص لما اعاد حفر الخليج ده ايه اللي اترتب على كده؟ ارتفاع مكانه الفسطاط الاقتصاديه، هيمنه مصر على الاقتصاد الاسلامي، استصلاح اراضي زراعيه جديده، تحقيق الحمايه البحريه لمصر. طبعا الصح يا شباب ارتفاع مكانه الفسطاط الاقتصاديه. لان حضرتك لما عمرو بن العاص حفر خليج امير المؤمنين قال لحضرتك ده ساعد على نشاط حركه التجاره بين الفسطاط العاصمه الاسلاميه لمصر والحجاز اللي هي المدينه ومكه في الجزيره العربيه. فده ساعد على تنشيط حركه التجاره اللي هي ارتفاع مكانه الفسطاط اللي يا جماعه الاقتصاديه. السؤال الرابع يا شباب بيقول لحضرتك ايه؟ جاء تولي امور مصر خلال عصر المعتصم الولاة من الترك على حساب مين؟ حضرتك المفروض كده مذاكر المعلومه وعارف. هم يا جماعه العباسيين اول ما اعتمدوا على مين يا شباب؟ اعتمدوا على الفرس. لحد ما جه خليفه عباسي اسمه الخليفه المعتصم، كانت امه تركيه، فهو انحاز للعنصر التركي. فبدأ خلاص في الدولة العباسية مفيش اعتماد على الفرس وأصبح الاعتماد على مين يا شباب؟ على الأتراك. هو بقى بيقول لحضرتك جاء تولي أمور مصر خلال عصر المعتصم للأتراك على حساب مين؟ يعني بدلا من مين؟ صح كده يا شباب، بدلا من الفرس. السؤال الخامس كده يا دكاترة بيقول لحضرتك إيه؟ أي مما يأتي يستثنى من التشابه بين عبد العزيز بن مروان وعمرو بن العاص؟ يستثنى يعني ايه اللي مش متشابهين فيهم هما الاثنين؟ الاثنين حكموا مصر. تعال نشوف مش متشابهين في ايه. اتخاذ عاصمه جديده او مقر جديد لايه؟ للحكم؟ لا ده تشابه مش اختلاف. لان عبد العزيز بن مروان عمل حلوان وعمرو بن العاص عمل الفسطاط. الاهتمام بالمشاريع المائيه، لا الاثنين اهتموا بالمشاريع المائيه. الاهتمام بالناحيه العمرانيه، الاثنين اهتموا بالناحيه المعماريه. المختلف ان عمرو بن العاص اتفاوض مع الروم، عبد العزيز بن مروان ما قلناش ان هو اتفاوض مع الروم. يبقى المختلف المستثنى ما بينهم هو يا شباب التفاوض مع مين؟ مع الروم. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لحضرتك ايه؟ أيد صحة العبارة جاء بيان عمرو بن العاص في فتح الاسكندريه ذو اثرا ايجابيا على المصريين. عمرو بن العاص بعد ما فتح الاسكندريه قال بيان خاطب في المصريين. ايه الحاجه الايجابيه في البيان ده؟ ان عمرو بن العاص اولا اسقط الضرائب عن المصريين، وكمان اعلن الحريه الدينيه للمسيحيين المصريين، وسمح بعوده بطريرك الكنيسه عندنا في مصر كان اسمه يا شباب بنيامين، وفتح له كل الكنائس واداله الحريه يا جماعه الدينيه. انا بقول لك الفكره بتاعت السؤال المقالي بتاعت الاجابه يعني، وانت بقى صيغها بايه؟ باسلوبك. بما تفسر اتجاه العباسيين لتغيير الولايه في مصر بصوره مستمره. للخلفاء العباسيين كان دايما بيغيروا الوالي بتاع مصر. اولا يا شباب بسبب ضعف الخلفاء العباسيين، وهنا الكلام على فكره بيتكلم اكتر عن العصر العباسي الثاني. الخلفاء العباسيين يا شباب كانوا في حاله ايه؟ في حاله ضعف. هي بسبب ضعف الخلفاء يا شباب العباسيين. وايه تاني يا مستر؟ وبعد مصر عن مقر الخلافه العباسيه. هي الخلافه العباسيه يا شباب مقرها فين؟ كانت في بغداد في العراق. الخلفاء العباسيين في العصر العباسي الثاني شايفين ان مصر بعيده جدا عنهم، وان هم في حاله ضعف، فخايفين اي حد ياخد مصر ويقعد فيها فتره كبيره، اي والي يعني ممكن يستقل بمصر عن الخلافه العباسيه. وعشان كده كانوا كل شويه يغيروا الوالي بتاع مين يا جماعه؟ الوالي بتاع مصر.
نكمل كلامنا يا شباب. بيقول لحضرتك ايه؟ السؤال الاول: ارتبط انشاء عمرو بن العاص بانشاء مدينه الفسطاط برغبته في ايه؟ ليه عمرو بن العاص عمل مدينه الفسطاط؟ الاجابه الصحيحه: لتحقيق الاستقرار السياسي. هي الفسطاط دي خلاها عمرو بن العاص ايه يا جماعه؟ عاصمه لمصر. ده يعتبر تحقيق الحاجه الايه؟ حاجه سياسيه. السؤال الثاني: يستثنى من شروط صلح الاسكندريه بين المسلمين والروم. قلت لك يستثنى زي كلمه يخرج عنها، زي كلمه ما عدا. الحاجه اللي ما كانتش موجوده في شروط صلح الاسكندريه. المحافظه على الكنائس لا كانت موجوده، قالوا عدم هدم الكنائس. بقاء وجود اليهود في المدينه لا كانت موجوده، قالوا بقاء وجود اليهود في الاسكندريه. خروج الحاميه الرومانيه لا كانت موجوده، قالوا رحيل الروم من مصر. اللي مش موجود بقاء الروم في مصر. ما هو الاثنين اصلا عكس بعض. عمرو بن العاص في صلح الاسكندريه اتفق مع الرومان على ايه؟ رحيل الروم من مصر وعدم العوده مره اخرى. يبقى اللي ملوش علاقه بقاء الروم لاراضيهم واموالهم في مصر. السؤال الثالث يا شباب: حصل عبد العزيز بن مروان على شهره كبيره اثناء توليه حكم مصر. يرجع ذلك الى ايه؟ ليه عبد العزيز بن مروان كان ليه شهره كبيره عند المصريين؟ هل جمعوا بين اصول الحكم والعلم؟ خبرته العسكريه والاداريه؟ انشاء العديد من المنشآت المعماريه؟ صدوا لهجمات الرومان على مصر؟ الصح يا شباب: جمعوا بين اصول الحكم والعلم. بجانب ان هو والي على مصر كان فقيه في الدين وكان عارف يتعامل المصريين، والمصريين كانوا بيحبوه يا جماعه جدا. السؤال الرابع يا اساتذه: جاء بمؤتمر الجابيه قول عمرو بن العاص. عمرو بن العاص في مؤتمر الجابيه كان بيقول لسيدنا عمر بن العاص، كان بيقول لسيدنا عمر بن الخطاب عن مصر: انك ان فتحتها كانت قوه للمسلمين وعونا لهم، ومصر اكثر الارض ايه؟ اموالا. تاكد صدق مقوله عمرو بن العاص في ايه؟ عايزين موقف بيثبت فعلا ان لما عمرو بن العاص قال كده عن مصر طلع كلامه صح. سهوله اتمام الفتح، احداث عام الرماده، انضمام المصريين للمسلمين، تامين عاصمه الخلافه. طبعا الصح احداث عام الرماده. ان في عام الرماده عمرو بن العاص بعت مساعدات كتيره جدا للمدينه. كان الرماده ده عام حصل فيه مجاعه في المدينه، وكان عمرو بن العاص بيبعت مساعدات كتيره جدا من مصر الى المدينه يا شباب. وفعلا ده بيثبت عمرو بن العاص ان كلامه كان صح لما قال ان مصر هتكون عونا للمسلمين، فهي اكثر الارض ايه؟ اموالا. ودارت الايام وفعلا طلع كلام عمرو بن العاص صحيح. ذكر حنا النيقوسي احدى المؤرخين ان عمرو بن العاص لم يضع يده على اي من املاك الكنيسه، بل حافظ عليها الى اخر حياته. جاء هذا الكلام متطابقا مع وصايا الرسول للفاتحين. عمرو بن العاص ما حطش لما فتح مصر ما سيطرش على اي كنيسه ولا خد اموال المسيحيين. ده بيتطابق مع وصايا ايه الرسول في ايه؟ الحفاظ على الموارد، ولا عدم ترويع الامنين، ولا تحقيق السياده والنفوذ، ولا اقامه التكافل بين الجميع؟ لا، الحفاظ على الموارد. قلنا كده الترم الاول ان كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحين: لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا. كان بيأمرهم بعدم الهدم وعدم الحرق، وده اللي نفذه عمرو بن العاص عندنا في مصر يا شباب. السؤال الأستاذ بيقول لحضرتك ايه؟ حدد العلاقه بين حفر خليج طرجان اللي هو خليج امير المؤمنين وانتعاش حركه التجاره بالفسطاط. لسه قايلها لك ان حفر خليج طرجان ساعد على نشاط حركه التجاره بين الفسطاط العاصمه الاسلاميه مصر وبلاد الحجاز. السؤال الثاني لك بأن تفسر اعتماد الدولة العباسية على العنصر الفارسي في إدارة شؤون البلاد. السؤال ده أصلا أدق إجابته في نهاية الترم الأول. ليه يا مستر؟ لأن الدولة العباسية أصلا عشان تقوم لو تفتكر اعتمدوا على الفرس. يبقى اعتمد الدولة العباسية على العنصر الفارسي في إدارة شؤون البلاد. هتقول له لأن الفرس هم العنصر الأساسي الذي ساعد على نشأة الدولة يا جماعة العباسية.
هم اللي ساعدوا ابو مسلم الخراساني في تاسيس الدوله العباسيه، وعشان كده كان ليهم الحق في ان هم يديروا الدوله مع العباسيين يا اساتذه. السؤال اللي بعده يا جماعه، تشابهت الدوله الاسلاميه في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الاموي في الاعتماد على اداره شؤون الدوله على مين؟ طبعا على العرب. سواء الخلفاء الراشدين او الامويين كانوا بيعتمدوا على العرب، لكن لو سالك عن الدوله العباسيه كان بيعتمدوا على الفرس ومين يا شباب؟ والاتراك. السؤال الثاني، بناء مدينه الفسطاط في موضعها يعود ليه؟ ليه عمرو بن العاص اختار المكان ده؟ هل لموقعها الجغرافي ولا مواردها الاقتصاديه ولا نفوذها العسكري ولا مكانتها العلميه؟ طبعا لموقعها الجغرافي. الاول يا شباب كانت العاصمه بتاعت مصر زمن الرومان مدينه الاسكندريه. عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لك لا انا مش عايز الاسكندريه. ليه؟ قال لك الاسكندريه قريبه جدا من البحر، فممكن الاسطول الروماني يجي اي لحظه يهاجم الاسكندريه، فاختار الفسطاط وخلاها عاصمه. اولا بعيد عن البحر، ثانيا كده قرب اكتر للمدينه عاصمه الخلافه الاسلاميه، ده بنسميه موقعها الايه؟ الجغرافي. 3. اصبحت مصر جزء من الدوله الاسلاميه وتخضع على عاصمه الخلافه بالمدينه في اعقاب ايه يا جماعه؟ هل مؤتمر الجابيه ولا صلح الاسكندريه ولا بناء الفسطاط ولا سقوط حسن نابليون؟ عايز يقول لك يعني في السؤال امتى مصر رسميا اصبحت ولايه اسلاميه؟ طبعا ده بعد صلح الاسكندريه 21 هجريه. بنا تفسر تأسيس عمرو بن العاص لمدينه الفسطاط عشان تبقى اول عاصمه اسلاميه لمصر، وعشان يحقق تحقيق الاستقرار السياسي. تحقيق الاستقرار ايه يا شباب؟ السياسي. 5. لم يكن عبد العزيز بن مروان حاكما سياسيا فقط. ايه الدليل؟ ان هو كان راجل فقيه في الدين، عالم من العلماء، فهو ما كانش حاكم بس، ده كان عالم من العلماء، وعشان كده المصريين كانوا ايه يا جماعه؟ كانوا بيحبوه. اللي بعده يا شباب بيقول لحضرتك ايه؟ استمرار حصار المسلمين الاسكندريه 14 شهر. يعد دليل على ايه؟ ان المسلمين قعدوا محاصرين الاسكندريه 14 شهر. ده شاب يدل على ايه؟ صعوبه المناخ وقسوته، رغبه المسلمين في دخولها صلحا، رفض المصريين دعم الجيوش الاسلاميه، عجز المسلمين عن احكام الحصار عليها، وهو دي الاجابه الصحيحه. لان قلت لك الرومان كان ممكن يجي لهم مساعدات من الشمال عن طريق البحر المتوسط، فالمسلمين مش حاصرين الاسكندريه من الاربع جهات، لا، في جهه اللي هي الجهه الشماليه ممكن الروم يجي يبعتوا لهم سلاح او يبعتوا لهم اكل او شرب، فعشان كده ما كناش قادرين نحكم السيطره بتاعت الحصار على مدينه الاسكندريه، وعشان كده الموضوع استمر مده كبيره. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ اتسم عبد العزيز بن مروان بالعدل والحكمه، اي من اعماله الاتيه تدل على ذلك؟ انشاء مقياس على نهر النيل. عبد العزيز بن مروان يا جماعه من اعماله عمل مقياس على النيل. ليه يا مستر؟ المقياس ده بيعرفه منسوب الميه عشان يقدر يحدد الضرايب، وده شيء بيدل على اتصافه بالعدل، ان هو ما بياخدش الضرايب بعشوائيه، لا، بيشوف لو منسوب الميه في النيل قلت يبقى الزرع قل فنقلل الضرايب، منسوب الميه في العام ده كان مرتفع يبقى الزرع كتر يبقى نزود الضرايب، فهو مش بياخد الضرايب بطريقه عشوائيه. السؤال بقى يا شباب، ذكر البطريرك بنيامين بعد الفتح الاسلامي: لقد وجدت في بلادي امنا بعد خوف. نستدل من ذلك على ايه؟ بنيامين بيقول انا لما مصر اتفتحت يعني ورجعت من مخبئي، كان قلت لك ايام الرومان قعد 13 سنه هربان في الصحراء، بيقول لقيت ان مصر انتشر فيها الامن بعد الايه يا شباب؟ بعد الخوف. نستدل من ذلك على ايه؟ تحقيق مبدا التعايش السلمي، تنفيذ المسلمين لمبدا السياده، نجاح المسلمين في اخضاع الشعوب، استغلال المسلمين لثروات البلاد. الاجابه الصحيحه تحقيق مبدا التعايش السلمي، ان لما عمرو بن العاص فتح مصر عمل تعايش سلمي مع المسيحيين المصريين. السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لحضرتك ايه؟ اثبت صحه العباره:
ارتبط عصر عبد العزيز بن مروان بازدهار اوضاع مصر المختلفه. هنا عايزك تقول لي اعماله. ان هو عمل عاصمه جديده لمصر وهي مدينه حلوان. ان هو يا جماعه وسع مسجد عمرو بن العاص. وسع مسجد عمرو بن العاص. ان هو يا جماعه عمل قنطره على خليج امير المؤمنين. وكمان عمل مقياس على النيل. هتقول له كل اعمال عبد العزيز ابن مروان. السؤال الخامس بيقول لحضرتك ايه؟ حدد الاثر الناتج عن ضعف الخلفاء العباسيين على اوضاع مصر السياسيه. لما الخلفاء العباسيين كانوا ضعاف، ايه النتيجه؟ قال لك النتيجه ظهور الدول المستقله في مصر. هنشوف كده في الدروس الجايه ازاي ان لما الخلافه العباسيه كانت ضعيفه ده ساعد على ظهور مجموعه من الدول عندنا في مصر اسمها الدول المستقله، زي الدوله الطولونيه والاخشيديه وبعد كده الايوبيه والمملوكيه وغيرها. السؤال بعد يا شباب بيقول لك ايه؟ ارتبط انشاء عمرو بن العاص لمدينه الفسطاط بتحقيق اغراض ايه؟ ايه الهدف منها؟ هل اهداف سياسيه وعسكريه؟ ولا عسكريه واقتصاديه؟ ولا علميه وسياسيه؟ ولا اقتصاديه وعلميه؟ انا عايزك تتعلم ازاي تفكر. هو اساسا الاصل يا جماعه الفسطاط دي كانت ايه؟ عاصمه. يبقى الاصل في هدف ايه يا جماعه؟ سياسي. يبقى انا وانا طالب بفكر عارف ان الهدف الاساسي هدف سياسي. يبقى لا دي لا دي، واستبعدت الاثنين تاني اصلا خالص. هل هو بقى الهدف سياسي وعسكري ولا سياسي وعلمي؟ طبعا الفسطاط مالهاش علاقه خالص بالايه؟ بالعلم. هو الهدف سياسي وايه يا جماعه؟ وعسكري. السؤال الثاني يا شباب بيقول لك ايه؟ جاء بشروط صلح الاسكندريه عام 21 هجريه. يبقى في ايدي المسلمين 150 جنديا رومانيا و50 مدنيا. حرص عمرو بن العاص على هذا النص. حرص عمرو بن العاص على هذا النص جاء نتيجه لايه؟ الناس اللي مذاكره صلح الاسكندريه، عمرو بن العاص في النهايه قال للمقوقس انا عايز ضمان عشان ننفذ الصلح. قال له الضمان ده؟ قال له هتديني 150 جندي روماني و50 مدني يعني شخص عادي من الرومان. قال له ال 200 دول يقعدوا عندي لغايه اما تنسحب من مصر وانا هبعت لك ال 200 دول وراك. هل بقى عمرو بن العاص قال كده نتيجه لايه؟ استجابته لاوامر الخليفه، انهاء قدره المسلمين، خوفه من غدر الرومان، خبراته العسكريه السابقه مع البيزنطيين. الصح خوفه من غدر مين يا شباب؟ الروم. خايف ان الروم يرجعوا في كلامهم وما ينفذوش شروط صلح ايه يا جماعه؟ الاسكندريه. السؤال بعد الدكاتره بيقول لك ايه؟ اي من الاتي قام به عمرو بن العاص تم من خلاله احياء المشاريع الرومانيه بمصر؟ حاجه عملها عمرو بن العاص اساسا كان الرومان عاملينها قبل كده عندنا في مصر، يبقى حفر خليج امير المؤمنين، وكان ايام الرومان اسمه قلت لك خليج طرجان، ده اسم امبراطور رومانيا يا شباب. السؤال الرابع: كانت مصر سله الخبز بالنسبه للرومان. كيف تنطبق هذه العباره على مصر بالنسبه للحجاز في عام الرماده؟ ان في عام الرماده ارسل عمرو ابن العاص الكثير من المساعدات من مصر الى المدينه. المدينه كان فيها مجاعه فكنا بنبعت لهم اكل من مصر اثناء عام اسمه عام الرماده. عاد المسلمون تقسيم مصر اداريا بعد فتح الاسلام. اثبت. المسلمين يا جماعه فتحوا مصر قسموا مصر الى قسمين. قام المسلمين يا جماعه قاموا قام المسلمون بتقسيم مصر الى قسمين. ايه هما يا مستر؟ مصر العليا ومصر السفلى، وكمان وكل قسم الى 80 اقليم. دي التقسيمه الاداريه اللي عملها المسلمين لما فتحوا يا شباب، لما فتحوا عندنا يا شباب ايه؟ مصر. التقييم الثالث يا شباب. التقييم الثالث يا اساتذه بيتكلم عن الدرس بتاع مصر في عصر الدولتين الطولونيه والاخشيديه.
نقول بسم الله يا جماعه ونبدا يلا مع بعضينا. اول حاجه ورقه عمل الحصه. السؤال الاول بيقول لحضرتك ايه؟ اي من سياسات احمد بن طولون حققت له طموحاته بمصر والشام؟ ازاي احمد بن طولون قدر يحقق طموحاته في مصر والشام؟ هل من خلال النواحي الاجتماعيه، ولا الكفاءه الاداريه، ولا اسهاماته العلميه، ولا المكانه الدينيه؟ طبعا يا دكاتره هي الكفاءه الاداريه. ان احمد بن طولون تميز قلنا بالمهاره السياسيه، عرف ازاي يحبب اهل مصر فيه، وكمان نفس الكلام مع اهل الشام. السؤال التاني يا شباب بيقول لك ايه؟ يخرج من عوامل تثبيت حكم الطولونيين في مصر والشام. لو انت متابع الثلاث تقييمات هتحس دايما ان هو بيحب الاسئله دي. يخرج عنها، يستثنى منها، اللي هو ايه الحاجه اللي ملهاش علاقه بالسؤال اللي قدامك. يخرج عن عوامل تثبيت حكم الطولونيين في مصر والشام. عايز حاجه ملهاش علاقه بتثبيت حكم الدوله الطولونيه سواء في الشام او في مصر. هل ضعف الخلفاء العباسيين؟ لا، ده ليه علاقه. ثورات الدوله العباسيه برضه يا جماعه ليه علاقه. خروج اطراف الخلافه عن السيطره برضه ليه علاقه. علاقات الاجتماعيه مع الخلفاء العباسيين ده ملوش علاقه، لان هنا هو خد بالك بيتكلم عن مين؟ عن احمد ابن طولون. بيتكلم عن مين يا شباب؟ عن احمد ابن طولون. لكن احمد بن طولون استغل ضعف الخلفاء العباسيين، استغل الثورات الدوله العباسيه، وكمان استغل ان في الخليفه العباسي مش قادر يسيطر على اطراف الايه يا جماعه؟ على اطراف الدوله. اللي ملوش علاقه بتثبيت احمد بن طولون حكم على مصر، علاقاته الاجتماعيه مع الخلفاء العباسيين. احمد بن طولون ما كانش ليه اي علاقه بالخلفاء الايه يا جماعه؟ العباسيين. السؤال التالت بيقول لحضرتك ايه؟ ارتبطت تولية أحمد بن طولون الحكم في مصر من بايكباك التركي ويرجوخ بعوامل إيه؟ عوامل طبعا يا جماعة اجتماعية. في الأول يا شباب أحمد بن طولون اتعين نائبا عن زوج أمه بايكباك، وبعد كده أصبح نائبا عن صهره يرجوخ. واحد كان زوج لأمه، والتاني كان صهره يعني نسيبه. فالاتنين يعتبر ليهم إيه؟ علاقات اجتماعية مع مين يا شباب؟ مع أحمد ابن طولون. السؤال الرابع على كتر بيقول لحضرتك ايه؟ بقراءة خريطة التوسع للدولة الطولونية والإرشيدية نجد إنهم أدركوا أن أمن مصر القومي في منطقة إيه؟ في منطقة يا جماعة الشام. الشام بنسميها خط الدفاع الأول عن مصر. أي حد بيحاول يستقل بمصر لازم بسرعة يستولى على الشام. الشام بيسموها المجال الحيوي الطبيعي لمصر من جهة الشمال الشرقي. خط الدفاع الأول عن مصر، أمن مصر القومي، ده كله بيعبر عن بلاد الإيه يا جماعة؟ عن بلاد الشام. السؤال الخامس: يا مستر وجه الاختلاف بين خمروي واحمد بن طولون؟ عايزين حاجه مختلفه بينهم هما الاثنين. هل حضرتك كفاءه في الحكم؟ لا يا مستر، الاثنين كان عندهم كفاءه في الحكم. حكمهم لبلاد الشام، الاثنين يا مستر حكموا الشام. التبعيه السياسيه، الاثنين كانوا تابعين سياسيا للدوله الدوله العباسيه. الاختلاف وسائل تثبيت حكمهم عندنا في مصر. لان خمروي عمل حاجات ابوه ما عملهاش. خمروي لو تفتكر عمل صلح مع الخليفه العباسي المعتمد، زوج ابنته قطر الندى من الخليفه العباسي المعتضد. دي وسائل استخدمها خمروي ما استخدمهاش احمد ابن طولون. اصلاح الشباب السادس بيقول لحضرتك ايه؟ حدد اوجه الشبه بين احمد ابن طولون والاخشيدي في توطيد الوضع الخارجي لمصر. هنا الاخشيدي قصده بيها محمد بن طاغ الاخشيدي. ايه وجه الشبه بينهم هما الاثنين؟ الاثنين يا جماعه سيطروا على الشام والحجاز. يبقى التشابه بينهم هما الاثنين في توطيد الوضع الخارجي، الاستيلاء على الشام والحجاز، طبعا بجانب ايه يا جماعه؟ بجانب مصر. السؤال السابع بيقول لحضرتك ايه؟ حدد مدى مصداقيه العباره التاليه في ظل مدرسته. يعد كافور هو الحاكم الفعلي لمصر في ظل ولايه انجور. فعلا عشان هو اللي سيطر على الايه يا جماعه؟ على الحكم. هو اللي كان مسيطر على شؤون الحكم في الفتره اللي هو كان واصي فيها على ابو القاسم ايه يا جماعه؟ انجور. فهو اللي سيطر على الايه؟ الحكم، وفرض الامن والنظام. وكمان عشان يثبت لك قوه كافور الاخشيدي قال لك طول ما هو حاكم عندنا في مصر لم تفكر الدوله العباسيه في مهاجمة مصر أو الشام أو الحجاز. ففعليا كافور الإخشيدي هو اللي كان مسيطر على كل الأوضاع في مصر،
وعلى كل شؤون ايه يا جماعه؟ وعلى كل شؤون الحكم. تعالى بعد كده يا معلم نتكلم عن صفحه الواجب المنزلي. بيقول لك ايه؟ خد بالك الاسئله مستواها جميل جدا نازله في التقييمات على فكره. السياسه ليست لها ثوابت. تنطبق هذه العباره على علاقه مين؟ حاجه كده ناخدها برضه ثالثه ثانوي برضه ان شاء الله الناس هتخش معانا على الفرع الادبي. دايما بنستخدم الجمله دي. تلاقي الشخص مثلا سواء حاكم، سواء مثلا وزير، تلاقيه مثلا دلوقتي رافض شيء وشويه يقبل الشيء ده. فالسياسه ليست لها نظام ايه؟ نظام ثابت. العباره تنطبق على مين؟ العلاقه بين احمد بن طولون والمصريين؟ لا دي يا مستر كانت ثابته. كافور الاخشيدي وابو القاسم انجور؟ خمروي بالخليفه العباسي؟ محمد بن طاج ببيبك التركي؟ لا طبعا الصح يا شباب خمروي بالخليفه العباسي. خمروي اول حاجه حارب الدوله العباسيه، بعد كده رجع عمل صلح مع الخليفه العباسي، فشويه كان بيحاربوا بعض وشويه بيتصالحوا مع بعض. يبقى زي ما احنا قلنا السياسه ليست لها ايه يا جماعه؟ ثوابت. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ ادى تغلغل نفوذ الترك في الدوله العباسيه لايه؟ هل ظهور الدول المستقله، ولا تقسيم الخلافه العباسيه، ولا توجه الفاطميين للشرق، ولا انتهاء الحكم العباسيين؟ هنقول ظهور الدول المستقله. الدول المستقله يا جماعه ما ظهرتش عندنا في مصر الا بعد تولي العنصر التركي ايه يا جماعه؟ شؤون الحكم. السؤال التالت بيقول لحضرتك ايه؟ اكتسبت الدوله الطولونيه مكانه دينيه متميزه بسيطرتها على ايه؟ هو حضرتك عشان احنا قلنا مع بعض كده عشان اي حد يرتفع مكانته الدينيه لازم يسيطر على ايه يا جماعه؟ يسيطر يا مستر على بلاد الايه؟ الحجاز. انا عايزك بقى يا معلم تقول لي ايه من دول يمثل كلمه الحجاز؟ حضرتك الحجاز الموجوده فين؟ هل شرق الجزيره العربيه، ولا غرب الجزيره العربيه، ولا شمال الجزيره العربيه، ولا جنوب الجزيره العربيه؟ طبعا حضرتك كده لو عارف شكل بلاد الحجاز دي الجزيره العربيه، هنا كده بلاد الحجاز مكه والمدينه والطائف. هنا كده بالنسبه لهم موجوده في انهي اتجاه؟ موجوده حضرتك في غرب الجزيره العربيه. موجوده فين يا شباب؟ موجوده في غرب الجزيره العربيه. يبقى كده يا معلمين اكتسبت الدوله الطولونيه مكانه دينيه متميزه بالسيطره على غرب الجزيره الايه يا شباب؟ العربيه. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ حلب، الرقه، انطاكيا، حمص. مديك اسماء 4 مدن في الشام. اهم ما يميز الشام والعراق طبعا. اهم ما يميز تلك المدن خلال عصر الدوله الطولونيه بمصر انها ظهور للدوله مع بلاد الروم، اعلنت الولاء التام للطولونيين، قامت بثورات على حكم الطولونيين، كانت مناطق نزاع مع العباسيين. الصح يا شباب كانت مناطق نزاع مع العباسيين. سواء زمن الدولة الطولونية على فكرة أو حتى زمن الدولة الإخشيدية، المدن دي هتلاقيها كده في الكتاب بتاع المدرسة كده، أو حتى لو معاك الكتاب الخارجي ملونينها كده بلون مختلف، ولا هي تابعة للدولة الطولونية ولا هي تابعة للدولة العباسية. مناطق نزاع وصراع ما بين الدولة الطولونية والدولة الإيه يا شباب؟ العباسية. السؤال الخامس افكار جديده كده جايبها لقطع بيجيب لك عليها سؤال، بس النهارده جايب بيت شعري كده. بيقول ايه بيت الشعر؟ ضج الحجاز وضج البيت والحرم، واستصرخت ربها في مكة الأمم، أيسفك الدم إلى أرض مقدسة، وتستباح منها الأعراض والحرم. طبعا اعذرني لو ما بنقولش التشكيل صح، طبعا مش مدرسين ايه لغة عربية. بيت الشعر المقابل من قصيدة لأحمد شوقي. أي من حكام مصر في عصر الدولة المستقلة نستطيع القول كأنه استجاب لنداء أحمد شوقي؟ احنا اللي يهمنا يا جماعة الفكرة بتاعت البيت. البيت بيتكلم عن ايه؟ عن سفك دماء، يعني قتل بيحصل لمين؟ لناس رايحين البيت والحرم. رايحين فين؟ رايحين مكة. لو رجعت كده بالذاكرة لدرس الدولة الطولونية والإخشيدية، قلنا محمد بن طاج الإرشيدي تمكن من حماية وتأمين طرق الحجاج في الشام. يبقى ده اللي يستجاب لنداء أحمد شوقي إن هو حماية الحجاج من سفك الإيه يا جماعة؟ الدماء. السؤال الشباب السادس بيقول لحضرتك إيه؟ حد العلاقة بين وفاة شرجوخ وأوضاع مصر السياسية. هتقول لحضرتك إن بعد وفاة يرجوخ قام الخليفة العباسي بتعيين أحمد ابن طولون والي على مصر. بعد وفاة شرجوخ الخليفة العباسي أصدر قرار بتعيين رسميا أحمد ابن طولون والي على مصر، وطبعا بعد كده استقل أحمد ابن طولون بمصر عن الدولة الإيه يا شباب؟ عن الدولة
العباسية. سؤال 7 بيقول لك ايه؟ بما تفسر التفاف المصريين حول احمد بن طولون منذ دخوله مصر. ليه المصريين التفوا حول احمد بن طولون؟ لان دول يا جماعه اغدق عليهم المنح والعطايا، جمع حواليه مجموعه من كبار رجال الدوله عندنا في مصر وخلاهم حاشيه للملك، يعني الناس شغاله مع الملك، واغدق عليهم المنح والعطايا عشان يتعرف على ايه من خلالهم على ما يدور في اذهان المصريين، وعرف يتقرب من مين؟ من المصريين. فاغدق عليهم المنح والعطايا وعمل على التقرب من مين يا جماعه؟ من المصريين. طبعا كده معانا بقى ايه؟ ورقه التقييمات. المجموعه الاولى بتقول لحضرتك ايه؟ وجه الشبه بين احمد بن طولون ومحمد بن طاغر الاخشيدي يكمن في ايه؟ يكمن في ايه؟ احنا عايزين وجه الشبه بين الاثنين احمد بن طولون ومحمد بن طاغر الاخشيدي. هل الاستقلال عن الدوله العباسيه؟ ولا النجاح في توطيد سلطته بمصر؟ ولا يا شباب الدخول في حروب ضد العباسيين؟ ولا يا جماعه صد هجمات الفاطميين على يا شباب على مصر؟ هو الصح يا شباب عشان برضه في اجابتين ايه قريبين من بعض، استقلال عن الدوله العباسيه والنجاح في سلطته ايه في مصر. هي الافضل طبعا الاستقلال عن الدوله العباسيه. سواء احمد بن طولون او محمد بن طاغر الاخشيدي الاثنين استقلوا عن الدوله العباسيه. احمد بن طولون زي ما انت عارف اسس عندنا في مصر الدوله الطولونيه، ومحمد بن طاغر الاخشيدي اسس الدوله ايه يا جماعه؟ اسس الدوله الاخشيديه. تعالى بعد كده نجم. بيقول لك ايه في السؤال الثاني؟ مصائب قوم عند قوم فوائد. تنطبق هذه العبارة على أي من الأحداث التالية للدولة الطولونية. ممكن شخص تحصل له مصيبة كده تبقى بالنسبة لشخص تاني فايدة. عايزين نعرف بقى الكلام ده ينطبق على مين يا شباب؟ أولا يا جماعة، هل تولية ابن طولون الحكم؟ ولا توطيد حكم ابن طولون عندنا في مصر؟ ولا تولية خمراوي حكم مصر؟ ولا موت يرجوخ التركي؟ الإجابة الصحيحة طبعا يا شباب هو موت يرجوخ التركي. يرجوخ ده لما مات دي كانت مصيبة بالنسبة لإيه؟ ليرجوخ وأهله. لكن بالنسبة لأحمد بن طولون كانت مكسب، كانت فايدة. ليه يا مستر؟ لأن بالنسبة لأحمد بن طولون دي مكسب، أصبح بعديها والي على إيه يا شباب؟ والي على مصر. أصبح بعديها والي على إيه يا شباب؟ والي على مصر. بيقول لك السؤال اللي بعد كده يا شباب: بصير بأعقاب الأمور كإنما تخاطبه في كل أمر عواقبه. أي من حكام مصر زمن الدول المستقلة ينطبق عليه القول السابق؟ واحد بيفهم، عارف ايه اللي ممكن يحصل قدام، عنده خبرات إدارية وعنده مهارات سياسية. مين من دول يا جماعة ينطبق عليه العبارة؟ طبعا أحمد بن طولون. كان شخصية طموحة، عنده مهارة سياسية ومهارات إدارية. زي ما قلت لك التقييم النهاردة مستخدم كده يا جماعة مجموعة من الإيه؟ مجموعة من الأسئلة الجميلة جدا اللي كلها كده ايه؟ جمل وابيات ايه؟ وابيات شعر. تعال بعد كده يا معلم للاسئله المقاليه. بيقول لك ايه؟ حدد العلاقه بين اوضاع البيت الطولوني ونفوذ بغداد. ايه العلاقه؟ العلاقه يا باشا لما حصل ضعف للدوله الطولونيه، ايه اللي حصل؟ تمكنت الخلافه العباسيه من إعادة حكمها على مصر. القصة ماشية ازاي؟ قلنا هي ليه ضعفت الدولة الطولونية يا جماعة؟ بسبب الصراع على الحكم. لما حصل صراع على الحكم بين أبناء البيت الطولوني كانت إيه النتيجة؟ ضعفت الدولة الطولونية. وده اللي شجع الخلافة العباسية إن هي ترجع سيطرتها تاني على إيه يا شباب؟ على مصر. أنا بقول لك الفكرة بتاعت السؤال المقالي مش لازم تلتزم باللي أنا كاتبه، أنت ممكن تقولها أنت بصيغتك وأسلوبك. السؤال الخامس يا معلم: بما تفسر سعى الولاة للانفراد بحكم مصر عن عاصمة الخلافة. ليه الولاة اللي كانوا بيجوا يحكموا مصر كانوا بيحبوا ينفصلوا بيها عن الخلافة العباسية؟ أولا يا شباب بسبب ثروة مصر الاقتصادية، دولة غنية جدا أي حد يتمنى إن هو يستقل بها. وكمان يا شباب بعد مصر عن مقر الخلافة. طبعا مقر الخلافة العباسية زي ما حضرتك عارف كده موجودة فين؟ في بغداد، مصر جدا بعيد عن العراق. وكمان بسبب يا جماعة طبيعة الشعب المصري، إن الشعب المصري يميل إلى المسالمة.
يبقى اي والي كان بيحب ينفرد بمصر ليه؟ ثروه مصر الاقتصاديه، وكمان قلنا يا جماعه بعد مصر عن مقر الخلافه العباسيه، وكمان يا دكاتره طبيعه الشعب المصري. المجموعه الثانيه كده في التقييمات بيقول لك ايه؟ السؤال رقم 1: العوامل الاستراتيجيه لتثبيت دعائم حكم احمد بن طولون في مصر تكمن في ايه؟ عايزين حاجات ساعدت احمد بن طولون ان هو يستقل بمصر عن الدوله العباسيه. اولا فقدان السيطره على اطراف الدوله، ولا الثورات المستمره ضد العباسيين، ولا وضع مصر الاقتصادي والسياسي، ولا السعي للاستقلال عن دوله الخلافه. هو عايز حاجه ساعدت احمد بن طولون على تثبيت دعائم حكم احمد بن طولون عندنا في مصر. اللي ساعده على كده ايه؟ هل فقدان السيطره على اطراف الدوله اللي هم الدوله العثمانيه الدوله العباسيه، ولا الثورات المستمره ضد العباسيين، ولا وضع مصر الاقتصادي والسياسي، ولا السعي للاستقلال؟ بص يا معلم، كلمة استراتيجية تعني حاجة عسكرية وفي نفس الوقت ايه يا جماعة؟ اقتصادية. ايه من دول تعتبر حاجة عسكرية واقتصادية في نفس الوقت؟ وضع مصر الاقتصادي والايه يا شباب؟ والسياسي. السؤال التاني يا شباب: أي من حكام مصر في عصر الدولة المستقلة تصدى للهجمات على مصر من الحدود الغربية؟ طبعا اللي عمل كده لو تفتكر محمد بن طغي الإخشيدي لما تصدى لهجمات الفاطميين. الفاطميين حاولوا يهاجموا مصر. هم الفاطميين جايين منين حضرتك؟ من بلاد المغرب. الفاطميين جايين من بلاد المغرب وجايين يهاجموا ايه؟ يهاجموا عندنا مصر. يبقى بالنسبة لنا جايين من انهي اتجاه؟ من الحدود يا شباب الغربية. السؤال التالت بيقول لك ايه؟ تشابهت دولة الطولونيين مع الدولة الإخشيدية في قيام نزاع بينهم وبين الدولة العباسية فين؟ لسه كان في سؤال فايق كده، قلنا في أماكن زي حلب والرقة والأماكن اللي فوق وحمص. قلنا الأماكن اللي في شمال الشام دي كان أماكن نزاع بين مين ومين يا جماعة؟ بين الطولونيين والإخشيديين ضد الدولة العباسية. فدايما كان بيحصل خلاف بين الطولونيين والإخشيديين مع الدولة العباسية في أنهي أماكن؟ في أساتذة شمال الشام. دي كانت اماكن نزاع، ولا الطولين عارفين يسيطروا عليها والاخشيديين، ولا الدوله يا جماعه العباسيه. السؤال الرابع على دكاتره بيقول لك ايه؟ تعدد العوامل السياسيه التي ادت لتثبيت دعائم حكم احمد بن طولون. ايه العوامل السياسيه عن الاسباب السياسيه اللي ساعدت احمد بن طولون على تثبيت دعائم حكمه عندنا في مصر؟ اولا يا شباب يقول لحضرتك كده: ضعف الدوله العباسيه، صح كده؟ وضعف الخلفاء العباسيين، وكمان شخصيته الطموحة. دي كلها عوامل يا جماعة ساعدت أحمد بن طولون إن هو يستقل بمصر أو يثبت دعائم مصر عن الدولة العباسية. وكمان ممكن تقول برضو اللي هو يا جماعة مهارته يا شباب السياسية، عرف إزاي يتقرب من المصريين. السؤال الخامس بيقول لك إيه؟ استنتج الأثر الناتج عن تولي كافور الإخشيدي الوصاية على أنجور أبو القاسم أنجور ابن محمد ابن طغ الإخشيدي. اللي هو إيه؟ سيطرة كافور الإخشيدي على كل أمور الحكم، وتميز حكمه بالإيه يا جماعة؟ بالقوة. ولسه قايلين من شوية إن طول ما هو ماسك حكم مصر ما فكرتش الدولة العباسية في إن هي تهاجم مصر أو الشام أو الإيه يا جماعة؟ أو الحجاز. المجموعه الثالثه في التقييمات يا شباب بيقول لك ايه؟ نستنتج من بقاء تبعيه مصر السياسيه للدوله العباسيه طوال حكم الطولونيين والاخشيديين انه جاء نتيجه تميز الحكم العباسي لايه؟ اولا عايزين نعرف هم الطولونيين والاخشيديين عملوا ايه؟ قال لك عملوا حاجه كده اسمها التابعيه الاسميه للدوله العباسيه. التابعيه الاسميه للدوله العباسيه ليه يا مستر؟ الدعاء للخليفه على المنابر، كل يوم جمعه بعد الصلاه نقعد ندعي للخليفه العباسي. طب بنعمل كده ليه يا مستر؟ لمكانه الخليفه الدينيه، احتراما لمكانته الدينيه، ان هو معلم يعتبر خليفه الايه يا شباب؟ خليفه المسلمين. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ انتهى عصر الولاية في مصر عندما زاد في البيت العباسي نفوذ مين؟ نفوذ الترك. الأتراك هم اللي بدأوا فكرة الدول الإيه يا جماعة؟ المستقلة. تعالى بعد كده يا معلم بيقول لك إيه؟ الفترة من سقوط الدولة الطولونية حتى قيام الدولة الإخشيدية استمرت 3 عقود من الزمن.
حكم مصر خلال العقود الثلاثة مين؟ احنا يا جماعة قلنا لما سقطت الدولة الطولونية مين رجع تاني سيطرته على مصر؟ العباسيين. فمصر فضلت تحت حكم العباسيين ثلاثة عقود، وبعد كده جت الدولة يا جماعة الإرشيدية. في الثلاث عقود دي كانت مصر ضمن الدولة أو تحت سيطرة الدولة العباسية. السؤال بيقول لك إيه؟ ما تقييمك لسياسة الدولة العباسية تجاه مصر قبل زواج قطر الندى وبعدها؟ تقييمي إن هي سياسة يا جماعة كانت متناقضة. خد بالك شوية يعني كده، قبل زواج قطر الندى كان حصل إيه يا جماعة؟ تم عقد صلح بين خماروي والخليفة العباسي كان اسمه المعتمد. لكن بعد كده حصل ايه يا مستر؟ حصل حضرتك كده حصل زواج من قطر الندى، حصل زواج قطر الندى بنت خماروي من الخليفة العباسي المعتضد، وده أدى إلى يا جماعة أدى إلى توطيد العلاقة بين الدولة الطولونية والدولة يا جماعة العباسية. يبقى قبل الزواج كان شيء وبعد الزواج شيء تاني. قبل الزواج برضو كان في حرب وفي صلح، لكن بعد الزواج حصل توطيد أكتر للعلاقة بين الدولة الطولونية والخلافة يا جماعة العباسية. السؤال الخامس بيقول لك أيد صحة العبارة. ظهرت قدرات ومهارات محمد بن طاغ الإرشيدي العسكرية قبل توليه الحكم. هتقول موقفين كده عملهم محمد بن طاغ الإرشيدي عسكريا. الموقف الأول يا شباب كان إيه؟ قال لك الموقف الأول إن هو تصدى لهجمات الفاطميين على مصر. تصدى لهجمات مين يا جماعة؟ الفاطميين على مصر. الموقف الثاني المهم اللي عمله محمد طاغ الإرشيدي إيه هو يا مستر؟ تأمين طرق الحجاج في بلاد ايه يا جماعه؟ في بلاد الشام. التقييم الرابع من تقييمات الوزاره، ويلا بينا نشوف الاسئله بتتكلم عن ايه. تقييمنا الرابع النهارده بيتكلم عن مصر في عصر الدوله الفاطميه، اللي هو بالنسبه لحضرتك الدرس الثالث من دروس المنهج. واللي لسه ما اتفرجش على اول 3 تقييمات هيلاقيهم موجودين عندنا على القناه، يخش ويتفرج ويشوف الاجابات. نبدا نقول بسم الله. السؤال الاول بيقول لك انتهى تولي القاده الترك امور الحكم في مصر، نتيجه لايه؟ القاده الاتراك بقاش يتولى عندنا الحكم، نتيجه لايه؟ انتهى حكم الطولونيين، القضاء على نفوذ الإرشيديين، انشاء دوله الفاطميين بالقيروان، ضعف الخلفاء العباسيين. هو طبعا يا جماعه امتى الاتراك اصبح ملهمش اي صله بمصر عندنا؟ بعد ما مصر اتحولت بقت جزء من الدوله الفاطميه، والفاطميين ولا ليهم علاقه بالعباسيين ولا بالاتراك. طب ايه من دول يا مستر الدوله الفاطميه؟ انشاء الدوله الفاطميه في القيروان؟ لا ملناش دعوه، احنا عايزين انشاء الدوله الفاطميه عندنا في مصر. ايه من دول اصبحت مصر بعديه جزء من الدوله الفاطميه؟ القضاء على نفوذ الإرشيديين، لان بعديه اصبحت مصر جزء من الدوله الايه يا اساتذه؟ من الدوله الفاطميه، ومن بعديها اصبح الولاة الاتراك ملهمش اي علاقه بمصر. سؤال التاني يا شباب بيقول لك ايه؟ حرص الفاطميون بعد استقرار الحكم لهم في مصر على ايه؟ التوجه لضم مدينة بغداد، بناء عاصمة جديدة للبلاد، التعجيل بفتح شمال افريقيا، صد الخطر الصليبي عنها. ايه من دول عملوا الفاطميين بعد الاستيلاء على مصر؟ طبعا يا شباب بناء عاصمة جديدة للبلاد، اللي هي مدينة يا شباب؟ ايوه كده سمعني صوتك الجميل، مدينة يا مستر القاهرة. مين بناها يا اساتذة؟ جوهر الصقلي. سؤالنا الثالث، أي المناطق الآتية كانت محل نزاع عسكري بين العباسيين والفاطميين بعد نقل مقر الحكم الفاطمي إلى القاهرة؟ إيه من دول كان عليه مشاكل بين العباسيين والفاطميين بعد تأسيس الدولة الفاطمية عندنا في مصر؟ المغرب والشام؟ لا، المغرب كده كده كانت في إيد الفاطميين، ملهاش علاقة بالدولة العباسية. يبقى كده في إجابتين استبعدناهم. كده قدامك إجابتين يا معلم، لا إما مصر والحجاز، لا إما الحجاز والشام. هو بيقول لك بعد مصر، يعني بعد ما استولوا على مصر، يبقى مصر كده خرجت بره الحسابات. بعد ما الفاطميين استولوا على مصر راحوا استولوا على الشام والحجاز، ودول كان مناطق صراع بين الفاطميين
والعباسيين. سؤالنا الرابع يا شباب بيقول لك حضرتك ايه؟ نتج عن توجهات الفاطميين التوسعيه عقب السيطره على مصر. بعد ما الفاطميين سيطروا على مصر عملوا ايه؟ دخولهم عاصمه العباسيين اللي هي بغداد، ولا ارتفاع مكانتهم الدينيه، ولا ثورات اهل المغرب الاقصى، ولا تعدد جبهات القتال عليهم؟ طبعا هم توسعوا فين بعد مصر؟ لسه قايلين فوق اهو في السؤال اللي فيه، بص كده، في الحجاز والشام. طب حضرتك احنا قلنا قبل كده يا جماعه اي حد بيسيطر على الحجاز بيسيطر عليها ليه يا شباب؟ عشان ترتفع مكانته الدينيه. يبقى كده ايه من دول زاد او حصل عليه الفاطميين بنتيجه توسعاتهم؟ ارتفاع مكانتهم الدينيه بعد الاستيلاء على بلاد الحجاز. سؤالنا الخامس بيقول لحضرتك ارتبط زوال حكم الدولة الإخشيدية في مصر بإيه؟ يعني الدولة الإخشيدية زوالها يعني انهيارها مرتبط بإيه عندنا في مصر؟ قال لها كده مرتبط هل بطمع الصليبيين فيها؟ ولا الصراع السياسي على الحكم؟ ولا تراجع نفوذ مصر السياسي؟ ولا إنهاء تبعيتها السياسية؟ طبعا الإجابة الصحيحة يا جماعة إنهاء تبعيتها السياسية. يقصد يا مستر حضرتك لغاية حكم الدولة الإخشيدية مصر كانت تابعة للخلافة العباسية. طب بعد زوال حكم الفاطميين ايه اللي حصل عندنا في مصر؟ او بعد زوال حكم الإخشيديين اصبحت شباب مصر تابعة للدولة الفاطمية. هل ده ادى طمع الصليبيين فيها؟ ما حصلش. الصراع السياسي على الحكم؟ لا خلاص الفاطميين سيطروا سيطرة تامة. تراجع نفوذ مصر ده بالعكس ده زاد. ده بعد ما مصر كانت مجرد ولايه اسلاميه في العصر العباسي اصبحت مقر للخلافه الفاطميه. انهاء تبعاتها السياسيه، ومفروض نزود كده للدوله العباسيه. سؤالنا السادس يا شباب بيقول لك ايه؟ فسر اسباب تطلع الفاطميين للاستيلاء على مصر منذ تاسيس دولتهم. ليه الفاطميين كان عندهم رغبه في الاستيلاء على مصر؟ اولا أهمية مصر الاقتصادية، دي الحاجة الأولى يا شباب. الشيء الثاني عشان عندهم رغبة بعد مصر في الاستيلاء على الشام والحجاز. الفاطميين بالنسبة لهم مصر يا شباب كده مرحلة بتقربهم لأهدافهم الثانية وهي الاستيلاء على الشام والحجاز، وعشان كده كان عندهم رغبة في الاستيلاء على مصر. السؤال السابع بيقول لك ايه؟ حدد مدى مصداقيه العباره الاتيه: انتقل مقر الحكم والاداره في الدوله الفاطميه الى مصر بعد استقرار الامور بها. حدد مدى مصداقيه، يعني بيقول لك هي العباره صح ولا غلط؟ تقول لي صح ليه او غلط ليه. هل مقر الحكم الفاطمي اتنقل عندنا في مصر بعد استيلاء الفاطميين عليها؟ ايوه يا باشا. قال لك بعد استقرار الامور بها؟ ايوه. يبقى دي اسمها عباره صادقه. ايه الدليل؟ عندما نقل المعز لدين الله الفاطمي مقر الخلافة من المغرب إلى مصر. بعد ما المعز لدين الفاطمي سيطر على مصر أو عاش عندنا في مصر، نقل مقر الحكم بتاعه من المغرب إلى يا شباب؟ إلى مصر. يلا بينا لورقة الواجب المنزلي. سؤالنا الأول بيقول لك إيه؟ أهم أعمال جوهر الصقلي بمصر أثناء مرحلة تأسيس الدولة الفاطمية تمثلت في إيه؟ عايزين عمل من دول عملوا جوهر الصقلي. هو أساسا لو أنت رجعت الدرس ما عملش غير حاجة واحدة بس، تأسيس مدينة القاهرة. يبقى إيه من دول؟ بناء مقرا للحكم اللي هو حضرتك مقصود بيها مدينة القاهرة اللي هي العاصمة. السؤال التاني يا شباب بيقول لك إيه؟ تميزت العلاقات بين محمد بن طاج الإخشيدي والفاطميين بإيه؟ الود والتقارب، التغيير وعدم الثبات، الصدام والعداء، التجاهل والتباعد. ايه من دول هيسود العلاقه بين محمد بن طاج الإخشيدي والفاطميين؟ طبعا الصدام والعداء. الاتنين كانوا اعداء مع بعض. الفاطميين كانوا اكتر من مره يحاولوا يسيطروا على ايه يا شباب؟ يسيطروا على مصر. السؤال الثالث: نتج عن التوجه السياسي للمعز لدين الله الفاطمي بعد انتقاله للقاهره. بعد ما المعز لدين الله الفاطمي انتقل من المغرب للقاهرة عمل ايه؟ عزز قدراته العسكرية، ولا عمل على كسب ود الشعب المصري، ولا أنشأ أسطول إسلامي، ولا القضاء على الفوضى وإقرار الأمن؟
من دول يا شباب عملوا المعز لدين الله الفاطمي بعد ما استولى يا شباب على مصر. هو اللي عمله من دول تعزيز قدراته العسكريه ضد العباسيين. ايه الدليل؟ ان هو يا جماعه راح سيطر على يا شباب على الشام والحجاز. طبعا يسيطر عليهم ازاي؟ عن طريق الانتصار على قوات الدوله الايه يا شباب؟ على قوات الدوله العباسيه. فطبعا بعد كده معلم بيقول لك ايه؟ لم تكن حمله جوهر الصقلي لمصر هي الاولى، لكن سبقتها 3 حملات حاولت كل منها ضمها لدولتهم. نستدل من ذلك على أهمية مصر نتيجة كونها إيه؟ هم يا مستر الفاطميين كانوا مصرين جدا إن هم يستولوا على مصر، و3 مرات يحاولوا يستولوا عليها. عشان نتيجة كونها مركز الحكم والإدارة، ولا تمتعها بتنوع خيراتها، ولا مقر للجيوش الإسلامية، ولا آخر معاقل العباسية. هي مش مركز للحكم والإدارة، لأن الخلافة العباسية أساسا كانت مقرها بغداد، ولا مقر للجيوش الإسلامية، لأن مصر كانت مجرد ولاية إسلامية مش فيها المركز بتاع الخلافة العباسية. ولا مصر كان آخر معاقل العباسيين، يعني آخر المدن اللي فيها العباسيين مصر، لا طبعا، لسه العباسيين ممتدين في أجزاء كتيرة جدا من العالم. يبقى لو استخدمنا سياسة الاستبعاد هيبقى لنا يا جماعة الإجابة دي: تتمتع مصر بتنوع خيراتها، ليها ثروة اقتصادية كبيرة جدا، ودي من الأغراض اللي مخلية الفاطميين عايزين يا شباب يستولوا على إيه؟ على مصر. الصدر الخامس بيقول لك ايه؟ نستدل من تأخر قدوم المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر على الرغم من القضاء على الدولة الإخشيدية بها. المعز ما جاش بنفسه فتح مصر، بعت القائد بتاعه اللي هو جوهر الصقلي إن هو يستولى على مصر. هو بيقول لك بقى ما جاش بسرعة ليه؟ لسه بجوهر الصقلي يحكم مصر نيابة عنه بتاع 3 سنين عشان يظبط له ايه يا جماعة؟ الأوضاع. هل هو خوفا من رفض المصريين لحكمه، ولا عدم ثقته في قدراته العسكرية، ولا حرصه على انتهاء العقبات الداخلية، ولا معرفته بنية العباسيين لاسترداد مصر؟ هو قال لجوهر الصقلي احكم مصر نيابة عني، ظبط لي الأوضاع يا عم جوهر الصقلي وأنا بعد كده هاجي أحكم مصر. قال له إيه؟ قال له لما تحس إن أنت امتلكت زمام الأمور عندنا في مصر أنا هاجي بنفسي أحكم مصر. يبقى هو سابه 3 سنين ليه؟ حرصا على انتهاء العقبات الداخلية. لو في أي مشكلة داخلية كان جوهر الصقلي يحلها قبل ما المعز لدين الله الفاطمي يجي بنفسه يحكم مصر. السؤال الأستاذ بيقول لك إيه؟ استنتج الأثر الناتج عنه نجاح جوهر الصقلي في السيطرة على مصر بعد دخول الإسكندرية. بعد ما جوهر الصقلي دخل اسكندرية عندنا عمل يا مستر؟ قال لك كده: أول حاجة أعطى الأمان للمصريين، وبكده يا جماعة تمكن من إنهاء الدولة الإخشيدية، وكده ضم مصر وأصبحت جزء من الدولة يا جماعة الفاطمية. يبقى جوهر الصقلي بدخوله اسكندرية كان في إنهاء للدولة الإخشيدية، وأصبحت مصر تابعة للدولة الفاطمية، اتواصل مع المصريين وأعطى لهم يا جماعة الأمان. السؤال السابع بيقول لك إيه؟ حدد العلاقة بين مدينة القيروان ودخول مصر تحت سيطرة الفاطميين. العلاقة إن جيش الفاطميين انطلق من القيروان، مدينة كده في تونس، بقيادة جوهر الصقلي، ونجح في الاستيلاء على مصر. يبقى ايه العلاقة بين القيروان ووجود مصر على السيطرة الفاطمية؟ ان الجيش الفاطمي اللي جه بقيادة جوهر الصقلي ونجح في السيطرة على مصر اساسا كان منطلق من تونس، من مدينة اسمها مين يا شباب؟ مدينة القيروان. يلا بينا بقى نخش على اسئلة التقييم، وتعالى نشوف المجموعة الأولى منهم. بيقول لحضرتك ايه؟ السؤال الأول: أول المحاولات الفاطمية للسيطرة على مصر. أول محاولة يا جماعة للفاطميين للسيطرة على مصر جاءت عندما كانت مصر تحكم مباشرة من قبل مين؟ هل من عصر الولاء، ولا مركزية بغداد، ولا الدولة الطولونية والدولة الإرشيدية؟ لا، مركزية بغداد اللي هي الخلافة العباسية. أول مرة أساسا الفاطميين يفكروا يهاجموا مصر، مصر ساعتها كانت تابعة للخلافة العباسية، والخلافة العباسية مركزها فين؟ مركزها
في بغداد. سؤالنا الثاني يا شباب، يخرج عن سياسة المعز لدين الله الفاطمي في مصر. ايه من دول ملهوش علاقة باللي عمله المعز لدين الله الفاطمي عندنا في مصر؟ بس حكومة مركزية قوية، لا دي عملها. احداث تغيير في مظاهر الحياة الدينية، عملها. خد بالك هم كانوا بيعملوا ايه؟ نشر افكار المذهب الشيعي. كانوا بيعملوا مظاهر احتفالات زي مثلا ايه؟ فوانيس رمضان حضرتك، الزينة، الكحك بتاع العيد، حلاوة المولد، دي كلها اصلا مظاهر دينية دخلها عندنا في مصر الدولة الفاطمية. جعل مصر قلب العالم الاسلامي، حصل لانه نقل مقر الخلافه الفاطميه الى مصر، وبعد ما سيطر على الحجاز اصبحت مصر قلب العالم الاسلامي. الحاجه اللي ما عملهاش المعز لدين الفاطمي تصد الهجمات الصليبيين على مصر، دي ما عملهاش المعز لدين الله الفاطمي. سؤالنا التالت بيقول لك ايه؟ يدل نجاح جوهر الصقلي في ضم مصر للفاطميين على قدرته الايه؟ على قدرته العسكريه والسياسيه. قدرة عسكرية ان هو قدر يعمل حاجة 3 قادة قبليه ما عرفوش يعملوها، وهي السيطرة على مصر. مهارة سياسية ان هو عرف يتعامل مع المصريين واداهم امن وامان وعرف يتصالح مع المصريين، فوصفناه بالمهارة العسكرية والسياسية. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ أيد صحة العبارة، هناك عدة عوامل سهلت على الفاطميين الاستيلاء على مصر. هي يا جماعة أهم عامل نجح أو خلى الفاطميين ينجحوا في السيطرة على مصر هو يا شباب ضعف الدولة الإخشيدية. ده أهم عامل ساعد الفاطميين في الاستيلاء على مصر، ضعف الدولة الإخشيدية. طب أنا عايز أزود أقول كمان ومهارة جوهر الصقلي العسكرية، دي برضو من العوامل. تنفع يا مستر تنفع. السؤال الخامس، حدد العلاقة بين وفاة محمد بن طاغ الإخشيدي وتوجه الفاطميين للسيطرة على مصر. هو الصح هنا يا جماعة هنشيل اسم محمد بن طاغ الإخشيدي، والصح يقصد في السؤال كافور الإخشيدي، وباينة قوي إن هي غلطة في السؤال، لأن أساسا الفاطميين دخلوا عندنا مصر بعد وفاة محمد بن طاغ الإخشيدي بكتير جدا. فالصح يا معلمين ما العلاقة بين وفاة كافور الإخشيدي وتوجه الفاطميين للسيطرة على مصر؟ إن بعد وفاة كافور الإخشيدي ايه اللي حصل يا مستر؟ ضعفت الدولة الإخشيدية، مما ساعد على نجاح الفاطميين في الاستيلاء على مصر. لما مات جوهر الصقلي ضعفت الدولة الإخشيدية، فالفاطميين قدروا يستولوا على يا شباب على مصر. تعال المجموعة الثانية يا معلم. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ على الرغم من استقرار الأمور لكافور الإخشيدي في الدولة الإخشيدية، حيث ضبط الأمور وأقر الأمن، إلا أن مصر كانت مطمع للفاطميين، حيث عانت أواخر حكمه من إيه يا معلمين؟ هل من ضعف عسكري؟ ولا انهيار اقتصادي؟ ولا خلافات داخلية؟ ولا صدام مع الخلافة؟ أنا شايف ناس كتير بتختار الضعف العسكري، بس إحنا نختار الخلافات الداخلية. لان اساسا بعد وفاه مع كافور الإخشيدي حصل اساسا ضعف في اواخر عصره، حصل مشاكل بين ابناء محمد بن طاغ الإخشيدي نفسه، والمشاكل دي استمرت بعد وفاه كافور الإخشيدي، وهي من اسباب ضعف الدوله يا جماعه الدوله الإخشيديه. تعالى يا معلم سؤالنا الثاني بيقول لحضرتك ايه؟ السؤال الثاني بيقول لك من خلال دراسه تاريخ الدوله الطولونيه والإخشيديه والفاطميه، يتضح ان الاراضي المقدسه الاسلاميه بالحجاز كانت تخضع مباشره لسلطه مين؟ مصر سياسيه، ولا الشام، ولا الحجاز، ولا بغداد؟ طبعا مصر. احنا سواء الدوله الطولونيه يا شباب او الدوله الاخشيديه او الدوله الفاطميه، الثلاثه مقر حكمهم كان عندنا في مصر، والثلاثه سيطروا على بلاد الحجاز. يبقى بلاد الحجاز كانت تابعه لمصر سياسيا، سواء في ظل حكم الدولة الطولونية أو الإخشيدية أو يا جماعة أو الفاطمية. حرص جوهر الصقلي عند دخول مصر على استرضاء الشعب المصري، ظهر ذلك من خلال إيه؟ هل عدم رفع السلاح على الشعب، ولا الاستعانة بالمصريين في الحكم، ولا رفع الضرائب عن كاهل المصريين، ولا القضاء على هجمات البيزنطيين؟ جوهر الصقلي دخل مصر واسقط الدوله الإخشيدية. هل هو قتل المصريين؟ لا،
ده اداهم الامان. فكده عمل ايه جوهر الصقلي؟ عدم رفع السلاح على الشعب المصري اللي هو اداهم الامن والامان. الصراحه بيقول لك ايه؟ استنتج الاثر الناتج عن انتقال المعز لدين الله الى القاهره. المعز كان عايش في المغرب وبعد كده جه عاش عندنا في القاهره، النتيجه اصبحت مصر مقر الخلافه الفاطميه. اصبحت مصر مقر الخلافه الايه يا شباب؟ الفاطميه. ان هو اصبحت مصر عاصمه الخلافه الفاطميه. السؤال اللي بعده يا شباب، حكمت مصر كولايه فاطميه 3 سنوات. حكمت مصر كولايه فاطميه 3 سنوات. حدد اهم الاعمال التي تمت بمصر خلال تلك الفتره. حكمت مصر كولايه فاطميه 3 سنوات. مين اللي بيتكلم العباره دي؟ جوهر الصقلي. ده استنتاج، هو ما قالش مين على فكره في العباره، انت بتستنتج. اللي حكم مصر 3 سنين جوهر الصقلي. بيقول لك بقى اهم اعماله في تلك الفتره. اهم عمل ليه انشاء مدينه القاهره وخلاها عاصمه لمصر. المجموعه الثالثه يا اساتذه بيقول لك ايه السؤال الاول؟ يرجع العامل الرئيسي لاهتمام الفاطميين منذ اللحظة الأولى لقيام دولتهم بالسيطرة على مصر إلى إيه؟ ليه الفاطميين كانوا دايما عينيهم على مصر وعايزين يستولوا عليها يا شباب؟ هل لمكانتها الدينية؟ ولا عندهم رغبة في السيطرة على الشام والحجاز؟ ولا عشان قدرة مصر عسكرية كبيرة؟ ولا عشان يتصدوا لهجمات الغرب على الشرق؟ الصح زي ما قلت لك من شوية، هم كانوا عايزين يستولوا على مصر عشان يحققوا أهدافهم التانية وهي الاستيلاء على الشام والحجاز. السؤال اللي بعده يا شباب، نستدل من طريقة الفاطميين دخول مدينة الاسكندرية على ايه؟ الفاطميين يا شباب زي ما شفت كده دخلوا الاسكندرية بدون قتال. جوهر الصقلي اللي حصل كده ده يدل على ايه؟ رفض المصريين لحكم العباسيين، ارتباط مصر دينيا بالدولة الفاطمية، تحقيق خطة الخداع الاستراتيجي، ضعف وتدهور احوال مصر. هو ده الصح، ان الدولة الاخشيدية عندنا كانت في حالة ضعف كبير جدا، وعشان كده جوهر الصقلي دخل مصر بكل سهولة او دخل اسكندرية بكل سهولة. السؤال اللي بعده يا اساتذة، اصبح معظم الحد الشرقي للدولة الفاطمية حدا بحريا. نتيجة لايه؟ الحد الشرقي يعني من الجهة ايه مع الايه الشرقية، اصبح حد بحري بعد ايه؟ سيطرة الدولة الفاطمية على القيروان اللي هي تونس؟ لا. القضاء على الخلافة العباسية بدأ زي ما حصلش. انتهى عصر في حكم مصر؟ ولا مفاوضات الصلح بين المصريين وجوهر الصقلي؟ الصح يا شبدي. هو اصله ايه يا شباب؟ قصده حضرتك ان الدولة الفاطمية كانت موجودة في المغرب وفضلت تمشي كده في اتجاه الشرق لحد ما وصلت لحد البحر الاحمر، واصبح البحر الاحمر هو الحد الشرقي للدولة الفاطمية. امتى؟ بعد السيطرة على مصر. بعد السيطرة على يا شباب على مصر. ايه من دول معناه السيطرة على مصر؟ هي على فكرة تنفع انتهاء عصر ولا في حكم مصر، بس السيطرة الحقيقية على مصر بعد ما جوهر الصقلي عرف يتصالح مع المصريين. دي ادق منها يا شباب، عشان كده اخترناها هي. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ تعدلت اعمال المعز لدين الله الفاطمي في مصر. اثبت صحة العبارة. المعز يا جماعة عمل ايه عندنا في مصر؟ عمل حكومة مركزية قوية، وكمان عمل تغيير في الجوانب الاجتماعية والدينية عندنا في مصر، وكمان سيطر على الشام والحجاز، وكمان قلنا نقل مقر الخلافة من المغرب إلى مصر. دي كلها أعمال عملها المعز لدين الفاطمي بعد ما انتقل عندنا مصر. اللي بعده يا شباب، حدد اوجه الاختلاف بين سياسه جوهر الصقلي وسياسه المعز لدين الله الفاطمي اتجاه شباب المصريين. الاختلاف ان جوهر الصقلي يا اساتذه عمل حاجه اسمها عهد الامان مع المصريين، او باش كلمه عهد الامان، هو اداهم الامان وحكمهم كده يا جماعه فتره من الزمن، قلنا لمده 3 يا جماعه 3 سنوات. المعز لدين الله الفاطمي خد بالك جوهر الصقلي حاول ما يعملش اي تغيرات. المعز بقى تقول اللي هو فوق ده عمل تغيرات في الجوانب الاجتماعية والدينية عندنا في مصر. الكلام ده ما عملهوش
جوهر الصقلي. حل التقييم الخامس من تقييمات الوزاره، ويلا بينا. واللي لسه ما اتفرجش على الاربع تقييمات الاولانيين حاول تتفرج عليهم. الاسئله نازله الترم الثاني، اسئله قويه محترمه فيها افكار هتستفاد منها جدا باذن الله. نقول بسم الله. التقييم الخامس يا مستر بيتكلم عن ايه؟ عن درس الدوله الفاطميه. تعال الاول مع بعضينا كده ورقه عمل الحصه. بيقول لك كده تخير الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. نتج عن التوجه السياسي للمعز لدين الله الفاطمي بعد انتقاله للقاهره. كلنا عارفين ان المعز لدين الله الفاطمي بعد ما جوهر الصقلي ظبط الاوضاع عندنا في مصر، المعز جاب نفسه يا جماعه يحكم مصر. عمل ايه؟ عمل ايه من الحاجات دي؟ اولا كده تعزيز قدراته العسكريه ضد العباسيين. لان انت المفروض عارف ان بعد ما المعز يا جماعه استولى على مصر راح استولى على الشام والحجاز. طب لما هو يستولى على الشام والحجاز كده بيحقق يا جماعه بيحقق تفوق عسكري على الدوله الايه؟ العباسيه. طب تعال نشوف العمل على كسب ود الشعب المصري. ده عمله اساسا قبليه جوهر الايه يا جماعه؟ الصقلي. انشاء اسطول اسلامي، لا، اللي عمل اسطول اكتر كان المستنصر بالله. القضاء على الفوضى واقرار النظام ده ما حصلش من المعز، لان هو اصلا جه وكان جوهر الصقلي عمل قدر كبير من الاستقلال. السؤال التاني يا شباب بيقول لك ايه؟ اي من حكام الدوله الفاطميه تعدلت عليه جبهات القتال؟ الاجابه الصحيحه يا شباب العز بالله. حضرتك لو رجعت المذاكره بتاعت الدرس بتاعك هتلاقي العز بالله تصدى الخطرين، خطر القرامطه وتمكن من هزيمتهم، وكمان يا شباب الخطر الثاني كان خطر مين يا جماعه؟ التصدي للبيزنطيين على مدينه حلب. فالعز بالله واجه القرامطه وواجه البيزنطيين. السؤال التاني جايب لك كده مقوله للمتنبي، بيت من ابيات الشعر: متفرق الطعمين مجتمع القوى فكأنه السراء والضراء. ممكن كلام عربي باللغه العربيه قوي جدا، بس هو بص كده في اخر البيت بيقول لك ايه؟ فكأنه السراء والضراء. هو السراء والضراء حاجتين ايه يا جماعه؟ ما بينهم ايه يا جماعه؟ ما بينهم تناقض، حاجتين عكس بعض. انا عايزين بقى كده نستنتج ونحاول نشغل الجمجمه كده ونربط الاحداث مع بعض. مين اللي وصفناه في الدوله الفاطميه يتميز بالتناقض؟ هتلاقي الحاكم بامر الله. قلنا كان بيعمل مواقف فيها شجاعه ومواقف فيها جبن، احجام واقدام. كان بيعمل شويه شده مع الشعب وشويه يبقى لين جدا معاهم. فاللي بيتميز بالتناقض هو الحاكم بامر الله. سؤالنا الرابع يا نجم بيقول لك: سيطر الوزراء على امور الحكم في الدوله الفاطميه ومع ذلك لم يعلن اي منهم الاستقلال. كتير من الوزراء في الدوله الفاطميه اتخانقوا على منصب الوزير. ليه ما حدش فيهم قدر ياخد منصب الخلافه ويعلن الاستقلال او يعلن الاستقلال عن الدوله الفاطميه؟ قال على ده بسبب ايه؟ ارتباط الجيش بالحاكم الفاطمي اللي هو الخليفه يعني، خوفه من رد فعل المصريين، رفض الدوله العباسيه، الالتزام الديني تجاه الحاكم. هي دي الالتزام الديني تجاه الحاكم اللي هو بنقولها بصيغه تانية يا جماعه: المكانه الدينيه للخليفه. المكانه الدينيه لمين يا شباب؟ للخليفه. فصعب جدا ان حد ياخد منه الحكم، ان الخليفه ليه مكانه دينيه وهيبقى الموضوع ليه ردود افعال قويه جدا. السؤال الخامس يا شباب بيقول لك ايه؟ نستنتج من طريقه سيطره جوهر الصقلي على الاسكندريه. حضرتك عارف المعلومه الاصليه ان جوهر الصقلي دخل بكل سلاسه الاسكندريه وبدون قتال. ده دليل على ايه؟ ان الاخشيديين اللي كانوا عندنا في مصر في حاله كبيره جدا من ايه يا شباب؟ من الضعف. ده بيدل على ضعف نفوذ الاخشيديين عندنا في مصر. السؤال الثالث بيقول لك: فسر اسباب الصراع بين عموري ونور الدين محمود. هو عموري ونور الدين محمود اساسا دول عباره عن ايه؟ نور الدين كان جاي اساسا عشان يساعد شاور، وعموري كان جاي يساعد ايه؟ درغام. يبقى اسباب مجيهم ايه يا جماعه؟ هو استنجاد مين حضرتك؟ ان استنجاد ايه يا جماعه؟ شاور بنور الدين محمود، ودرغام بعموري قائد الصليبيين. فنور الدين جه عشان يساعد شاور، بعت قواته باسد الدين شريكوه وصلاح الدين، وعموري جه بالصليبيين عندنا في مصر والتقوا مع بعض. ده اسباب مجيئهم عندنا الى مصر. السؤال السابع بيقول لك ايه؟ ايد صحه العباره التاليه: واجه العز بالله عده اخطار بعدما تولى قياده الدوله الفاطميه. لسه حالين نفس الفكره في السؤال الاختياري. العز بالله هل واجه عدد من الاخطار؟ ايوه.
حيث تمكن من هزيمة القرامطة، وكمان تصدى لهجمات البيزنطيين على مدينة حلب. دي يا معلم الحاجات اللي عملها العز بالله، ودي الأخطار اللي واجهته، وهو يا معلم حاول يتخلص منها. تعالى بعد كده يا شباب نتكلم عن ورقة الواجب المنزلي. يلا بينا يا سادة. سؤال رقم 1 بيقول لك ايه؟ أهم ما يميز حكم المستنصر بالله. عايزين حاجة تميز المستنصر بالله من اللي قدامك. هل هو تم فنون العمارة؟ لا، العز بالله ولا تم بالعمارة. تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا زيادة مساحة الدولة ولا إقرار الأمن؟ أهم حاجة عملها المستنصر بالله زيادة مساحة الدولة، لأن كلنا عارفين المستنصر بالله سيطر على جزيرة إيه يا جماعة؟ على جزيرة الصقلية، فكده يعتبر وسع مساحة الدولة إيه يا جماعة؟ الفاطمية. السؤال التاني بيقول لك إيه؟ انتهى الانقسام الذي ساد العالم الإسلامي وتوحد المسلمين تحت خلافة واحدة، نتيجة لإيه؟ كلنا عارفين لما الدولة الفاطمية سيطرت على مصر كده بقى في انقسام في العالم الإسلامي، جزء مع الفاطميين الشيعة وجزء مع العباسيين السنة. الموضوع ده انتهى ازاي؟ هل باتجاه الصليبيين لغزو الشرق، ولا الصراع بين الوزراء الفاطميين، ولا انهيار القدرات العسكرية للشرق، ولا سيطرة جوهر الصقلية على مصر؟ لا، الموضوع ده حضرتك كده انتهى بسبب الصراع بين الوزراء الفاطميين. الصراع ده في النهاية أدى لسقوط الدولة الفاطمية، وهو اللي خلى صلاح الدين ساعتها يسيطر على مصر ويسقط الدولة الفاطمية ويعلن دولة جديدة، الدولة الأيوبية، وترجع مصر جزء تاني من العالم الإسلامي السني بقى، مش الشيعي. السؤال التالي بيقول لك ايه؟ أصبحت مصر مسرحا حربيا للصراع بين العباسيين والصليبيين، نتيجة لإيه؟ العباسيين والصليبيين عندنا في مصر حاربوا بعض، نتيجة لإيه؟ سياسة الاستقطاب للقوى الخارجية، ولا سوء أوضاع مصر الاقتصادية، ولا تهديد مصر للصليبيين بالشام، ولا تهديد مصر المركزية ببغداد السياسية؟ لا، هنختار يا جماعة سياسة الاستقطاب للقوى الخارجية. عارف هنا قصده ايه؟ قصده كده لما حصل الصراع بين شاور ودرغام، قلنا شاور استعان بقوات نور الدين محمود ودي قوات إسلامية، ودرغام ساعتها استعان بمين يا جماعة؟ استعان بعموري قائد الصليبيين في بيت المقدس. فحصل التقاء بين المسلمين والصليبيين عندنا على أرض مصر بسبب استقطاب القوى الخارجية، ان الوزراء استعانوا بقوة خارجية من خارج ايه يا جماعة؟ مصر. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ اي من الاتي يمكننا ان نطلقه على مصر عقب انتهاء عصر المستنصر بالله الفاطمي؟ فترة ايه؟ هو ايه اللي حصل بعد المستنصر بالله؟ دخل الفاطميين في مرحلة الضعف والانهيار، وحصل ايه؟ حصل ضعف للخلفاء وصراع على منصب الوزارة. يبقى نقدر نصفها ايه يا جماعة؟ بفترة الوزراء العظام. الوزراء سيطروا على كل شيء في تلك ايه يا جماعه؟ في تلك الفتره. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ جايب لك شويه جمل، وبيعمل حتى كده في امتحان ثالثه ثانوي يجيب لك جمل عشان تربط بينهم، ايه العلاقه بينهم؟ ضعف الخلفاء، ارتفاع نفوذ الوزراء، تدخل القوى الخارجيه، كثره المؤامرات والدسائس. كل هذه الامور خلال العصر الفاطمي كانت سببا في ايه؟ هل تطلع المصريين للسلطه في البلاد، ولا دخول مصر تحت سيطره الصليبيين، ولا انتهاء وجود الخلافة العباسية بمصر، ولا تمركز قوات نور الدين محمود؟ تمركز قوات نور الدين محمود مصر. هي نفس القصة. لما حصل خلاف على منصب الوزارة بين شاور ودرغام، شاور استعان بنور الدين محمود، درغام استعان بالصليبيين، وفي الآخر قوات نور الدين محمود اللي هم أسد الدين شيركو ومع صلاح الدين هم اللي قدروا يسيطروا على مصر عندنا. فهو تمركز قوات نور الدين محمود يقصد بيها أسد الدين شيركو ومين يا جدعان؟ وصلاح الدين. السؤال السادس بيقول لك ايه؟ أي صحة العبارة التالية؟ شهدت الأراضي المصرية صراعا بين قوات نور الدين محمود والصليبيين. خلاص يا مستر زهقنا، هي نفس القصة بتتعاد بس بصور وأشكال مختلفة. هتقول أيوة في السؤال السادس كده. هل يا مستر شهدت الأراضي المصرية صراعا بين قوات نور الدين محمود والصليبيين؟ أيوة، حيث استعان شاور بنور الدين محمود، واستعان درغام اللي كان بيتنافس معاه على منصب الوزارة بالصليبيين، وحصل اللقاء بين قوات نور الدين محمود اللي هو أسد الدين شيركو وصلاح الدين مع عموري قائد الصليبيين لو انت عايز تزود الإجابة.
حد العلاقه بين العز بالله الحاكم الفاطمي وعلم الهندسه وفنون العماره. هتقول له من الاخر ايه اهم انجازات العز بالله في العماره؟ ان العز بالله عمل عندنا في مصر قصر الذهب، ومجموعه قصور اسمها قصور عين شمس، وعندنا معلمين مسجد اسمه مسجد الاولياء او بنسميه مسجد القرافه. دي كلها ادله بتثبت ايه يا جماعه؟ تفوق العزيز بالله او اهتمامه بفنون العماره. يلا بينا يا شباب نخش على ورقه التقييمات، ويلا بينا المجموعه الاولى من التقييمات. عدو صديقي، ينطبق المثل السابق على العلاقه بين مين؟ سؤال عامل ازمه بين الطلبه، لان هو فعلا الاجابات الاربعه مفيش اجابه فيهم قويه. عدو صديقي يعني ممكن استعين بعدو صديقي علشان انتصر عليه. المستنصر بالله وارسل البساسيري، ولا جوهر الصقلي والمعز دين الله، ولا شاور ودرغام، ولا نور الدين محمود وعموري؟ في ناس منقسمه بين المستنصر وارسل البساسيري وفي شاور ودرغام. احنا هنختار شاور ودرغام. درغام راح استعان بالصليبيين رغم ان هم اعداء للمسلمين، بس ليه؟ عشان هم اعداء بالتاكيد لشاور، فهيستعين بيهم عشان يساعدوا ضد شاور. ده معنى كلمه عدو يا جماعه صديقي. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ يملك ولا يحكم. تنطبق هذه المقوله على الدوله الفاطميه اعتبارا من عصر الحاكم الذي ايه؟ يملك ولا يحكم يعني هو موجود بس ملوش لازمه. ده حصل بدايه من عصر الضعف اللي هو مين يا جماعه؟ المستعلي بالله. انهي بقى؟ هو مش قايل لك الاسم، هو قايل لك جمله كأنت بتعرف من خلالها الاسم بتاع الايه؟ الخليفه اللي قصده. نقل مقر الحكم للقاهره، ده المعز الدين الفاطمي، هل ده كان ضعيف؟ لا. نجح في هزيمه القرامطه، ده العز بالله، هل كان ضعيف؟ لا. تم الدعاء على المنابر، ده المستنصر بالله، هل كان ضعيف؟ لا. ظهر بعصر الوزراء العظام اللي هو بدايه من مستعلي بالله لحد في النهايه ما جه الخليفه مين؟ العاضد. دول كلهم ضعفاء. السؤال التاني بيقول لك ايه؟ دلت محاولة عموري ملك بيت المقدس الاستعانة بالإمبراطور البيزنطي أثناء محاولته الاستيلاء على مصر عليه. لما عموري اتهزم من قوات نور الدين محمود حاول يستنجد بالإمبراطور البيزنطي عشان يساعده، عشان كان عنده رغبة كبيرة جدا في الاستيلاء على مصر. ليه بقى؟ ده بيدل عليه يا جماعة الخلافات بين ملوك الغرب الأوروبي، أهمية مصر لتأمين الوجود الصليبي بالشام، التحالف بين العباسيين والفاطميين، خبرة البيزنطيين بأرض مصر. لو استخدمنا سياسة الاستبعاد هتبان لك الإجابة دي. أهمية مصر لتأمين الوجود الصليبي في الشام. هو عموري كان فين؟ ملك على بيت المقدس، وبيت المقدس على الحدود مع مين يا جماعة؟ مع مصر. هنا بيت المقدس، فعموري عايز يستولى على مصر عشان يأمن نفسه في مدينة يا شباب، في مدينة بيت المقدس. السؤال الرابع بيقول لك ايه يا باشا؟ حد العلاقة بين صلاح الدين الأيوبي وعودة مصر لتبعيد بغداد السياسية. هنقول الإجابة اللي لسه كنا بنقولها. تمكن صلاح الدين من إنهاء الدولة الفاطمية وإعلان الدولة الأيوبية، فرجعت مصر جزء تاني من العالم السني وبقت على ولاء للدولة العباسية، وخلاص سقط طبيعيتها للدولة ايه يا جماعة؟ الفاطمية. السؤال بيقول لك ايه؟ استنتج الأثر الناتج عن هزيمة قوات نور الدين محمود لعموري ملك بيت المقدس في شمال مصر. لما قوات نور الدين محمود هزمت عموري، ايه النتيجة المترتبة على كده؟ انسحاب عموري من مصر، او انسحاب القوات الصليبية من مصر، وسيطرة أسد الدين شريكو على منصب الوزارة، وسيطرة قوات نور الدين محمود على مصر عندنا. المجموعة الثانية بيقول لك ايه؟ السؤال الأول، تخير. وصلت الدولة الفاطمية إلى جنوب أوروبا. هو جنوب أوروبا يقصد بها يا مستر الاستيلاء على جزيرة الصقلية. هو مين اللي سيطر على جزيرة الصقلية؟ المستنصر بالله. لازم أترجم كل الترجمة دي عشان أوصل للإجابة الصحيحة. هو برضه عامل نفس الايه؟ الصيغة. أنهي عبارة من الأربعة بتعبر عن المستنصر بالله؟ أقيمت له الخطبة ببغداد. مين اللي عمل كده يا مستر؟ المستنصر بالله.
السؤال التاني بيقول لك ايه؟ يخرج من عوامل انهيار الدولة الفاطمية، ايه من دول ملوش علاقة بانهيار الدولة الفاطمية؟ شخصية الحاكم لا، كان ضعيفة. سلطة الوزراء حصل. تدخل الخارجي حصل، شاور ودرغام اتخانقوا وحصل تدخل ايه خارجي. قوة العباسيين، العباسيين اصلا مالهمش دعوة، لان العباسيين اصلا ما هاجموش الدولة الفاطمية. السؤال التالت بيقول لك ايه؟ انتهى حلم عموري الصليبي بالسيطرة على مصر بعد هزيمة جيوشه وفشلوا في السيطرة على ايه؟ هو في الدرس قال عندنا حاجتين. قال ان هو اتهزم في بلبيس والاسكندريه، فان هو فشل في السيطره على السواحل ايه يا جماعه الشماليه. السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ اي صحه العباره. يعد عصر الحاكم بامر الله الفاطمي عصر المتناقضات. ليه يا مستر؟ عشان هو شخصيا راجل متناقض. ان الحاكم بامر الله، الحاكم بامر الله يجمع بين ايه؟ الشده واللين، الاقدام والإحجام، الشجاعة والخوف. فهو راجل متناقض، فنعرف هو فعلا عصره عصر المتناقضات. السؤال الخامس بيقول لك ايه؟ استنتج الاثر الناتج عن ضعف نفوذ الحكام الفاطميين بعد المستنصر بالله. ايه النتيجة؟ قال لك النتيجة الصراع على منصب الوزارة. وممكن بقى انت تزود القصه بتاعت شاور ودرغام اتصارعوا على منصب الوزاره، ودي في الاخر ادت الى انهيار الدوله الفاطميه. المجموعه الثالثه بيقول لك ايه؟ السؤال الاول، بدراسه عوامل انهيار الدوله الفاطميه نجد العامل الرئيسي في انهيارها يرجع لايه؟ هل الازمات الاقتصاديه يا شباب؟ ولا الاختلافات الطائفيه؟ ولا التهديدات الخارجيه؟ ولا الصراعات السياسيه؟ الصراعات السياسيه، اللي هو الصراع على منصب الوزاره. ده السبب الرئيسي في سقوط الدولة. السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ وجه الشبه بين حكم المعز لدين الله الفاطمي والمستنصر بالله. ايه المتشابه بينهم هما الاثنين يا جماعه؟ الاثنين عملوا توسعات. التوسعات دي بنسميها السياسه الخارجيه. الاثنين عملوا توسعات. المعز سيطر على الشام والحجاز، والمستنصر بالله سيطر عليها شباب على جزيره صقليه. السؤال الثالث بيقول لك ايه؟ عادة مصر لمركزية الخلافة اللي هي الخلافة العباسية التي كانت عليها في عهد الطولونيين والإخشيدين، برضه زي نفس الكلام بيؤكد قصد الخلافة العباسية على يد مين؟ على يد صلاح الدين الأيوبي. لأن صلاح الدين الأيوبي هو اللي أنهى الدولة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبية، ورجعت مصر تاني تابعة للخلافة العباسية اللي هو الإيه؟ المسلمين السنة. حدد العلاقة بين سياسة العاضد بالله الفاطمي ووضع مصر الإيه؟ السياسي. إن العاضد بالله عين أسد الدين شريكو في منصب الخلافة. مش منصب الخلافة، منصب الوزارة. منصب الوزارة. ومن بعده صلاح الدين الذي تمكن من إسقاط الدولة الفاطمية وإعلان الدولة الأيوبية. يبقى هو الخليفة العاضد اللي جاب أسد الدين شيركو ثم صلاح الدين، وصلاح الدين هو اللي خد منه حكم الدولة الفاطمية وأسقطها وأسس الدولة الإيه يا جماعة؟ الأيوبية. خمسة بيقول لك إيه؟ استنتج الأثر الناتج عنه. تولي حكم مصر بعد وفاة المعز لدين الفاطمي عدد من الحكام الأقوياء. هو بعد المعز مسك مين؟ العز بالله والحاكم بأمر الله والمستنصر بالله. ايه الأثر الناتج عن تولي الناس دي يا جماعة؟ قال لك كده مثلا حماية الدولة الفاطمية، الاهتمام بالمنشآت المعمارية. هو أنا كده بتكلم عن مين؟ عن العز بالله. حمى الدولة الفاطمية من القرامطة والبيزنطيين، واهتم كمان بالمنشآت الايه يا جماعة؟ المعمارية. طب ايه تاني يا مستر؟ التوسعات الخارجية. عمل توسعات خارجية زي المستنصر بالله سيطر على جزيرة صقلية. دي كلها أحداث حصلت بعد المعز الفاطمي عندنا فين يا جماعة؟ عندنا في الدولة الفاطمية. كده يا جماعة ده كان تقييمنا الخامس. أتمنى كل الناس استفادت، وانتظروني إن شاء الله في التقييم السادس، وأشوفكم على خير يا أبطال.